السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي عزيزي طالب الثانوية العامة الغلبان، أنا جاي أنقذك في وقت قياسي. بعد الامتحان التجريبي بتاع الوزارة بقسم لك بالله عامل لك 6 محاضرات بإذن الله اسمهم السلسلة. اسمهم إيه؟ السلسلة، وهتفضل فاكرها إن شاء الله وأنت قاعد في لجنة الامتحان وتدعي المستر علي بسيوني إن هو أنت اتفرجت عليه في وقت قياسي. بص يا حبيبي، انا زيك بشوف فيديوهات وبشوف حاجات. انا لو طالب ثانويه عامه اقسم بالله كم الضغط اللي حاصل في كل المواد ده يربك اي طالب ثانويه عامه. بالنسبه للبنات بيقعدوا يعيطوا طول الليل والنهار، بالنسبه للصبيان بيقعدوا على القهاوي، معروفه. خلاص يأس، لا عارف بقى يذاكر كيمياء ولا عارف يذاكر فيزياء ولا عارف يذاكر مش عارف ايه. حبيبي بص، انا اكلمك عن الفيزياء، وكل مادة أولى بمدرسينها الأوائل المتميزين على مستوى الجمهورية. أنا بالنسبة لي الفيزياء قعدت مع نفسي بعد الامتحان التجريبي قلت هنزل ب6 محاضرات لن يخرج عنها امتحان الفيزياء. مسميها السلسلة. السلسلة دي اللي هي إيه؟ أنا في حلقات 60 حلقة في السلسلة، يعني 60 درجة. أعمل لك 6 محاضرات، كل محاضرة بوعدك ب8 أو 9 أو 10 درجات، من 8 ل 10. يبقى مجموعهم يطلع 60 درجة، لأن في حاجات في الفيزياء الحديثة هيبقى محاضرة رايقة عليها 8 درجات، تمام؟ بس بوعدك بعد ما تتفرج على ال6 حلقات دول شرح إن شاء الله مباشر لكل الأجزاء اللي هتجيلك في الامتحان. اتفقنا؟ وعامل لك مفاجأة بقى اللي هي إن شاء الله بإذن الله هتنفع الناس كلها. محاضرة في الآخر فيها 200 سؤال. 200 سؤال لن يخرج عنهم الامتحان. جايب لك أسئلة من بنوك أسئلة مهمة من مراجع علمية، مش من كتب خارجية، من مراجع علمية. أنا قد الكلام اللي أنا بقوله بفضل الله. 60 درجة بإذن الله هيكونوا في جيبك. أتمنى إن شاء الله إن ربنا يوفقنا جميعا ونوصل للهدف اللي احنا عايزينه. حبيبي اطمن لكي يطمئن قلبك كده وتبقى هادي. أنا عارف الحالة النفسية اللي أنت فيها حالة صعبة جدا في وقت صعب ما ينفعش. تمام؟ توكل على الله، تمام، وشد حيلك واعمل اللي عليك وابذل مجهود. والله العظيم والله وانا بنزل السنتر بشوف الطلبه اقسم بالله انا ببقى طاقه ايجابيه. انا عندي طاقه ايجابيه لان كله مشدود في الوقت ده، ومفيش بني ادم كسلان، مفيش طالب كسلان، كله نازل في صراع ان هو يوصل لحاجه. الحمد لله ان مفيش طلبه ضعيفه، مفيش، في طبعا طالب ضعيف ومهمل، ولكن في الاول وفي الاخر هو قاعد علشان عايز يعمل حاجه عشان يرضي اهله ويرضي ضميره. وان شاء الله ربنا يفرح عليكم باذن الله. باذن الله بوعدكم ب60 درجه، 6 حلقات ان شاء الله. يلا بينا نبدا بدايه الفيديو. هنبدا الجزئيه رقم 1 اللي احنا هنشتغل عليها. احنا قلنا هنعمل سلسله، ودي بدايه السلسله. كل اللي انت هتعمله هتجيب ورقه وقلم وهتكتب السبوره اللي انا بكتبها بالظبط. في بعض الملاحظات عشان وقتك، تمام، لان احنا في وقت حرج، عشان وقتك اكتبها مع نفسك. انا هقولها وانت اكتبها، تمام. بس اللي انا اضمنه لك ان شاء الله محاضره النهارده هتطلع ب10 درجات مباشره، 10 درجات مباشره بدون لف ودوران. وتعالى نجرب ونشوف ونسمي بسم الله. المحاضره الاولى، الصفحه الاولى فيها المقاومه تؤثر ولا تتاثر. عندنا قوانين في الفصل الاول لازم نربطها ببعض. القانون الاول هو قانون المقاومه، عارفينه، قانون اوم. بيقول ان الار تساوي في على اي. طيب هي النسبه بين فرق الجهد الى شده التيار. النسبه بين مين؟ فرق الجهد الى شده التيار. طب ايه الجمله اللي انا كاتبها فوق اللي هي لازم يحط سؤال عليها في الامتحان؟ المقاومه تؤثر ولا تتاثر. انا بقول لك الشرايح اللي هتتكتب قدامك هتكتبها زي ما هي، لن يخرج عنها الامتحان. الار بتساوي في على اي. طيب هو يعني ايه لفظ المقاومه تؤثر؟ قال لي يعني المقاومه اللي قدامك دي يا مستر هتاثر في شده التيار وهتاثر في فرق الجهد، بس مش هتتاثر بيهم. مش فاهم؟ تعالوا نقولها تاني. هي تؤثر في شده التيار، يعني انا لو زودت المقاومه للضعف، لو المقاومه زادت للضعف ماذا يحدث لشده التيار؟ ماذا يحدث لشده التيار؟ والله شده التيار، انت قلت لي المقاومه زادت للضعف، شده التيار هتقل ايه؟ هتقل للنص. يبقى كده المقاومه اثرت في شده التيار ولا لا؟ اثرت في شده التيار. طيب الكلام ده هيحصل امتى؟ يعني وانا بقى ايه بمليك الكلام كده، ركز معايا. المقاومه تؤثر في شده التيار، الكلام ده يحصل لما يكون عند ثبوت فرق الجهد. عند ثبوت ايه؟ فرق الجهد. يبقى رقم 1 عندنا المقاومه
تؤثر في شده التيار عند ثبوت ايه؟ فرق الجهد. طيب تعال نشوف جزئيه ثانيه على نفس القانون. الار بتساوي في على اي. طيب هل المقاومه بتاثر في فرق الجهد؟ بس الكلام ده ركز معايا عند ثبوت مين؟ عند ثبوت شده التيار. طيب لو انا زودت المقاومه للضعف، حلو، لو انا زودت المقاومه للضعف ماذا يحدث لفرق الجهد؟ فرق الجهد هيزيد للضعف. طب معناها كده ان العلاقه بينهم علاقه ايه؟ طرديه، بس بشرط ثبوت مين؟ درجه الحراره. طيب وهنا العلاقه بين المقاومه وشده التيار علاقه عكسيه بس بشرط ثبوت ايه؟ فرق الجهد. تمام يا جماعه كده؟ يبقى ده اول لفظ ان المقاومه تؤثر. عايزين نشوف اللفظ الثاني ان هي لا تتاثر. يعني ايه لا تتاثر؟ يعني لا تتاثر بيهم. يلا بينا هناخد اول 10 درجات في السلسله اللي انا وعدتكم بيها، سلسله فيها 60 درجه. يلا السلسله بتبدا بالسلايد الاولى او الشريحه الاولى مكتوب فيها ايه؟ اكتب معايا المقاومه تؤثر ولا تتاثر. تعال نشوف اول جزء هو المقاومه تؤثر. يعني ايه المقاومه تؤثر؟ هناخد اول قانون الار بتساوي في على اي. معناها ايه بقى ان هي تؤثر ولا تتاثر؟ قال لي والله المقاومه بتعرف تغير فرق الجهد وبتعرف تغير كمان مين؟ شده التيار، بس هم ما بيعرفوش يغيروها. لازم نلعب على الجزئيه دي لان موجوده في الامتحان اكيد. المقاومه تؤثر ولا تتاثر. تعال نشوف كده مثال. بيقول لي يعني لو انا زودت المقاومه للضعف ايه اللي هيحصل لفرق الجهد؟ لو قال لك المقاومه لو زادت للضعف ايه اللي هيحصل لفرق الجهد؟ من غير كلام كده هو يقصد ده ثابت. الامتحان بسيط وخفيف وعايز طالب فاهم النقط دي كويس، بس مش عايز طالب بقى حل 500,000 سؤال. لا، انا بوعدك ان النقط اللي انا بقولها دي هي دي النقط اللي انت هتدخل بيها في الامتحان مع المحاضره اللي قلت لك عليها في الاخر 200 سؤال لن يخرج عنهم الامتحان ان شاء الله. يبقى الار بتساوي في على اي. لما اجي اقول لك عند زياده المقاومه للضعف هل هي هتاثر فرق الجهد؟ هتفتكر الكلمه دي ان المقاومه فعلا تؤثر، هي اللي بتاثر فيهم. طيب يبقى فرق الجهد يحصل له ايه؟ هيزيد للضعف. يا مستر انت ما جبتش سيره شده التيار، لان هو معناها ان شده التيار ماله؟ ثابت. طيب هل المقاومه تاثر في شده التيار؟ تعال نشوف. يلا بينا. المقاومه نفس القانون بيساوي مين على مين؟ في على اي. طيب يا مستر انا لو زودت المقاومه للضعف، نسمع يا جماعه كويس وركز واكتب الملاحظات دي. لو المقاومه زادت للضعف الطلبه الشاطرين ماذا يحدث لشده التيار؟ يلا بينا ماذا يحدث لشده التيار؟ هتقول لي ما جابش سيره فرق الجهد، هقول لك يعني فرق الجهد ثابت. خليك ذكي، خليك ذكي ومصحصح، خليك ذكي ومصحصح. يبقى اذا فرق الجهد ثابت، يبقى شده التيار هيحصل لها ايه؟ هتقل للنص. خلاص كده تمام؟ يبقى تاني انا دلوقتي لما اتكلم على مقاومه وتيار هتفكر في نص الجمله دي، المقاومه تؤثر. اتحداك ان بعد المحاضرات دي ان انت ما تجيبش الدرجه ان هي المقاومه تؤثر، هي بتاثر فيهم. زادت المقاومه للضعف عند ثبوت شده التيار فرق الجهد يزيد للضعف. زادت المقاومه للضعف التيار يقل للنص عند ثبوت ايه؟ فرق الجهد. تعال نلعب على النص الثاني. بيقول ايه؟ بس لا تتاثر. ركز معايا. الار بتساوي نفس القانون اللي كنت كاتبه، صح؟ نفس القانون اللي كنت كاتبه. الار بتساوي في على اي. قول لي بقى بالراحه. يلا يا حبيبي. عند زياده فرق الجهد للضعف. اوعى تغلط فيها، في طلبه كتير جدا بتغلط في النقطه الخايبه دي، وانا بقول لك لو جت في الامتحان تبقى كارثه لو غلطت فيها. تمام؟ فرق الجهد زاد للضعف. ماذا يحدث للمقاومه؟ هتقرا النص الثاني ده. هتقول له يا مستر هي لا تتاثر. يعني ايه لا تتاثر؟ يعني هي مش هتتاثر بتغير ايه؟ فرق الجهد. اصحى معايا. يبقى اذا المقاومه هتقول لي تظل ثابته. هتقول ايه؟ تظل ثابته. طب ليه؟ لان المقاومه مش بتتاثر بتغير فرق الجهد. خلاص كده؟ طيب وكذلك. طب معلش في طالب يسالني واتسالت السؤال ده كتير، هو لما فرق الجهد يزيد للضعف، ركز هنا، المقاومه تظل ثابته، مين اللي هيتغير؟ في طالب ذكي قاعد يفهم دلوقتي ومركز معايا، يبقى شده التيار هي اللي هتتغير، هتزيد ايه؟ للضعف عند ثبوت المقاومه، لان المقاومه مالها؟ ثابته، لان المقاومه لا تتاثر بتغير فرق الجهد. يلا بينا. ولا تتاثر كمان بتغير مين؟ شده التيار. الطالب الذكي بيكتب الار بتساوي في على اي. ماذا يحدث؟ لو زاد التيار للضعف. لو زاد التيار للضعف بالنسبه للمقاومه. سامع الناس بتقول لا
تتأثر، لا تتأثر، مش هتتغير، مش هتأثر بيهم. يبقى تظل ايه؟ تظل ثابتة. صح معايا، تظل ايه؟ تظل ثابتة. طيب طالب ذكي يسألني، خلي بالك عشان هو ما بيجيبش غير دي، مقاومة وتيار. طب طالب يسأل تاني، هو لما زاد التيار للضعف ليه؟ هقول له ده كان بسبب زيادة فرق الجهد للضعف. خلاص يا جماعة؟ يبقى أول نقطة خلصناها، المقاومة تؤثر ولا تتأثر. تعال نشوف الجملة اللي بعدها. الجملة اللي بعدها طالب ذكي يسأل يقول لي طب معلش يعني هو مين العفاريت اللي بتغير المقاومة دي؟ أنا عايز أفهم. أنت كتبت لي في أول السنة كتبت لي الار بتساوي في على اي، وعرفت إن هي مش بتأثر بيهم. هي بقى مين العفاريت اللي بتغيرها؟ 4 عفاريت أنت عارفهم كويس جدا. الطالب المجتهد بيقول معايا الطول علاقة طردية، المساحة علاقة عكسية، وبتتأثر بنوع المادة وبدرجة الحرارة. في قانون مهم جدا أقسم بالله داخل امتحان الثانوية العامة السنة دي لازم، مفيش حاجة اسمها القانون ده ما يعديش، استحالة. بقول لك اطبع وسجل الكلام وشوف، استحالة امتحان ثانوية عامة ما يكونش فيه السؤال ده. الار بتساوي مين؟ رو اي في ال عليه. حلو، تعالى نتعامل بهدوء مع القانون ده. مين اللي انا كتبته؟ قال لي ده اسمه قانون العوامل. ركز عشان نشتغل ليه كتير. اسمه قانون ايه؟ العوامل اللي بتأثر في المقاومة. يلا بينا صلي على النبي. لو الطول زاد للضعف، هقول تاني معلش كده، العوامل العفريت الأربعة، أنا بسميهم كده عفريت 4 اللي بيغيروا مين؟ المقاومة. الطول له علاقة طردية، والمساحة علاقة عكسية، ونوع المادة، ودرجة الحرارة. يلا بينا. الطول لو زاد للضعف هتقول لي ما أنت لسه قايل إن هو علاقة طردية، يزيد المقاومة للضعف. استاذ بعد اذنك معلش، هو انت ما جبتش سيره الحاجات الباقيه، بيقولوها في الفيزياء ثبوت باقي العوامل. مش عايز اصدع دماغك بكلام كتير في الفيزياء وانت اصلا مشتت وتعبان وعمال تسمع فيديو من هنا ومن هنا والدنيا بايظه معاك. فانا بقول لك خفف على نفسك، اسمع ال6 محاضرات على مسؤوليتي انا الشخصيه، تمام؟ اسمها عند ثبوت باقي العوامل، يعني هو من الاخر ما تصدعش نفسك. وقال لك الطول زاد للضعف والمقاومه، هتقعد تدور على الباقي بقى ده اسمه ثبوت باقي العوامل، يعني دول ثابتين. يلا حبيبي دول ايه؟ ثابتين. زاد الطول للضعف، المقاومه تزيد للضعف على طول. طب ليه؟ وذلك لان المقاومه تتناسب تناسبا طرديا مع الطول عند ثبوت باقي العوامل. يلا بينا اللي بعده. لو قال لي نرجع تاني للقانون، الار بتساوي رو اي في ال على ايه؟ لو زادت مساحه المقطع للضعف، زادت مساحة المقطع للضعف، ماذا يحدث للمقاومة؟ يلا بينا. المقاومة والمساحة علاقة عكسية، يبقى إذا المقاومة هتقل للنص. طب وبعدين؟ عند ثبوت باقي العوامل. يلا بينا. صح معايا. الار بتساوي رو اي في ال على ايه؟ هنركب جملتين على بعض. الطالب الذكي قاعد مركز. الطول زاد للضعف. الطول زاد ايه؟ للضعف. والمساحة زادت ايه؟ صح للضعف. ما تنامش. ده زاد للضعف وده زاد للضعف. في طلبه خايبه داخلين علم علوم بيقول لك اصل انا ما بفهمش في الرياضه، ودي مش رياضه. صح دي مش رياضه. مش الرياضه بقى اللي هو التفاضل. روح اسال زميلك بقى بتاع الرياضه، قول له هي فين الرياضه، هيقول لك فين الرياضه، مكانها فين. انما ما تبقاش خايب بقى. اللي ابعد حدود 2 و2 اقسمهم على الاله. شوف انا متعاطف معاك ازاي، بقول لك اعملهم على الاله. ماشي، انت طالب غلبان. 2 على 2 ما هي بواحد يا بني ادم. يبقى اذا المقاومه تظل ايه؟ ثابته. ما تقعدش تالف بقى وتقول لي اصل حصل. ما في، هو ده 2 وده 2 طاروا مع بعض. تعال قول لي بقى. ماشي. خليك ذكي. احترمك بقى وانت بتغلط في السؤال الاهبل ده. ده الطول زاد للضعف والمساحه قلت للنص. طبعا في نص الطلبه اللي قاعده تسمع هيقول لك المقاومه تظل ثابته لان 2 على نص بتساوي 1. اكتب، ما تتكلمش تاني. ما تتكلمش تاني. هات الآلة الحاسبة واعمل 2 على نص. أنا مراعي ظروفك. حلو كده؟ طب والطالب اللي فاهم سنة، المقام يا حبيبي بسط. 2 في 2 بكام؟ ب4. أنت جاي تهزر. هنا المقاومة تزداد 4 أمثال. كانت ار هتبقى 4 ار. ما تقعدش تألف. عند برضه ثبوت باقي العوامل. تمام؟ ندخل على النقطة اللي بعدها. لعب. اكتب ورايا واحنا عمالين نلعب مع بعض. على بدل ما يكتب الايه
هيكتبها باي ار تربيع. ما هي مساحة المقطع باي نق تربيع. ايه اللي هيحصل هنا؟ ايه الجريمة اللي هتحصل؟ مفيش حاجة. بيقول لي نص القطر زاد للضعف. انا والمصحف الشريف مراعي ان في طلبة علوم، واسمع وانا بخدمك بقى. ما تشغلش مخك، اسمع مني ما تشغلش مخك، مش وقت التشغيل مخك. نص القطر زاد للضعف. بص يا حبيبي، انت بتاخد دول كده، بص يا حبيبي ها، انت بتاخد الباكج ده على بعضه. نص القطر زاد للضعف، الشويه دول الباكج ده اللي تحت ده حصل له ايه؟ زاد 4 أمثال. افهم يا بني ادم، ها زاد ايه؟ 4 أمثال. ها كويس ان انتوا رديتوا. ها ده ايه؟ يحصل له يقل للربع. يقل لمين؟ للربع. في اي مشاكل؟ مفيش مشكله. اللي بعده تعالى لي تاني على نفس القانون، اظن ما بكتبش غيره. ها رؤي في ال على ايه؟ يا مستر هو لو جاب سلكين، واحد من النحاس وواحد من الالومنيوم، مادتين مختلفتين، لهما نفس الطول ونفس المساحه، مين مقاومته اكبر؟ اقول له اللي مقاومته النوعيه اكبر، علشان العلاقه بينهم علاقه طرديه، كلام بسيط. طب انا اعرف في الامتحان؟ بصراحه لا، انت عايزك تعرف واحد بس في منهجك، النحاس له مقاومه نوعيه صغيره، بس دي اللي انا عايزك تعرفها، ما تتكلمش تاني بقى. وهو مش هيجيب لك حاجه، يعني هو عارف ان انت يعني ايه، مش بتحضر دكتوراه في الفيزياء عشان يقعد يسالك في كل المواد، هو اصلا مش عليك. تمام؟ فانت ما تلخمش نفسك بكلام كتير، تحل لي كذا سؤال على مش عارف مين، اصل الرؤي مفيش الكلام ده ابدا. امتحان الثانويه العامه هيبقى في المستوى السبوره اللي انت شايفها باذن الله. رؤي هي مقاومه نوعيه، ما عندكش جمله في المنهج غير رؤي للنحاس بس، ما تتكلمش. الرؤي للنحاس قليله. طب اشمعنى يا مستر هي الرؤي انت مركز عليها بتاعت النحاس؟ اصل رؤي للنحاس قليله، فيبقى مقاومته قليله، فيبقى توصيلته الكهربيه كبيره، بس هو ده اللي عندك. عشان كده بيصنعوا اسلاك الكهرباء منين؟ من النحاس. انتهى الموضوع، ما تدخلش نفسك في مواضيع اكتر من كده. انت هنا من جمله المقاومه تؤثر. بص حبيبي، المقاومه تؤثر ولا تتاثر. لعبنا لعبه حلوه خفيفه ظريفه، انت كاتبها تمام، عامل خريطه ذهنيه محترمه، معاك كراسه جميله كده، مخطط، عامل خريطه ذهنيه حلوه عشان تعرف تبص لها ليله الامتحان. انا بقول لك الكادر اللي انا بكلمك منه 6 محاضرات باذن الله هتلم فيهم كل افكار المنهج ال60 سلسله اللي كلمتك عليهم في اول الفيديو. يلا بينا على اللي بعده. اقرا العنوان قبل ما نقراه. المقارنه بين مقاومتي موصلين. حلو قوي. امتحان 2025 اهو. المقارنه بين مقاومتي موصلين يا بني ادم، هيجيب لك ايه في الفصل الاول؟ 10 درجات النهارده بتوع الفصل الاول او التسعه. يلا بينا. المقارنه بين، انا عرفت قانون اسمه قانون المقاومه، تؤثر ولا تتاثر. قانون اوم، ار بتساوي في على اي، ار بتساوي في على اي، والار بتساوي رو اي في ال على ايه. هو ده قانون العوامل، بس هيقارن بين سلكين بس. يعني ايه؟ يعني ار واحد حبيب قلبي يلا بينا على ار 2. حضر لي 3 خطوط، حضر لي 3 خطوط. الار بتساوي رو اي في ال على ايه؟ رو اي في ال على ايه. الار علاقتها بالرؤية علاقة طردية، يعني رؤي 1 على رؤي 2. اكتب يا حبيب قلبي ورايا، اكتب الملخص اللي هتذاكر منه في ليلة الامتحان فيها ال1 على ال2. طبعا انا غلطت وقلت في الامتحان، عدها لي في الامتحان. طبعا في ناس طبعا ايه هتفرح في الامتحان، يدخل يبرشم، اوعى تعمل كده. تمام؟ يبقى رؤي 1 على رؤي 2 في ال1 على ال2. طب والمساحه علاقه عكسيه، يعني A2 على A1. استاذ امتى استخدم القانون ده؟ انت بتكتب ورايا. تستخدم القانون ده لو في المساله فيها مساحه مقطع. يعني بسرعه كده خفيف خفيف، انا محوش لك كل الاسئله في اخر محاضره اللي هم ال 200 سؤال. فاحنا النهارده
ايه؟ بنبدا النقط اللي انت ما ينفعش تحل معاه من غير ما ترجع لها، وما تلخمش نفسك بمصادر كتير. يلا بينا. مقاومتين مثلا لو قال من النحاس يبقى مفيش الرؤية، ملهاش لازمه طاره. طول الاول مش عارف قد طول الثاني مرتين، يعني النسبه 2:1. ومساحه مقطع الاول 4 امثال مساحه مقطع الثاني. فاذا كانت مقاومه الاول 10 اوم اوجد مقاومه الثاني. بس لعبه بسيطه. يبقى انا بستخدم القانون ده من الاخر لو قال لي مساحه المقطع. كلام واضح وصريح. يلا بينا على اللي بعده. طب لو قال لي انصاف اقطار خلي السبوره زي ما هي. لو قال لي انصاف اقطار، بص يا حبيبي قلبي، R1 على R2 تساوي كويس رؤي 1 على رؤي 2 في L1 على L2. لو قال انصاف اقطار عادي. مساحه المقطع، مساحه مقطع السلك الكهرباء. سلك الكهرباء وانت ماسكه فيه اوعى تمسكه في ايدك، انا بقول لك هتتكهرب يا حبي. سلك الكهرباء المعزول اللي بره بلاستيك وجوه نحاس. بص له من هنا هتلاقي المساحه على شكل ايه؟ على شكل دايره. طب ومساحه الدايره باي نق تربيع. خلاف بقى الناس اللي هي في ثانويه عامه وناسيه مساحه مقطع الدايره. كل ما اقول للطالب مساحه مقطع الدايره الاقي نص المجموعه بيقول 2 باي ار. ده المحيط، كأني ما سمحتكش. يبقى المساحه ايه؟ يا ابني باي R2 تربيع، والمساحه اللي تحت يلا باي R1 تربيع. طير الباي مع الباي. امتى استخدمه يا مستر؟ من الاخر لو قال لك يلا يا بابا لو قال لك انصاف نصف قطر، يبقى دي لو قال لي مساحه ودي لو قال لي نصف قطر. تمام كده؟ وانا قلت لك دي امتحان 2025 ولسه في حاله خاصه. ما تستنى ما تسرحش، لسه في حاله خاصه. ايه هي بقى الحاله الخاصه؟ من اكتر الحالات اللي اتكررت في الامتحان. اسمها ايه؟ اعاده تشكيل سلك. اعاده ايه؟ تشكيل سلك، او انا مسميها حاله اللبانه. يلا يا عسليه، مسميها ايه؟ حاله اللبانه. طلع اللبانه هوب اسحبها. ايه اللي هيحصل؟ الطول هيزيد. هل ولما انا سحبتها والطول زاد اثرت على حاجه تانية؟ اثرت على المساحه، اثرت على السمك. عادي يعني، كلام عادي بسيط. ما بكلمكش في الفيزياء، بكلمك في اللبانه يا ابو البانه. سحبت دي عادي. لما انا سحبتها طولها زاد، مثلا زاد للضعف. الطول بص هخزن لك دي عشان ما تقوليش انا مش فاهم. الطول والمساحه علاقه عكسيه، وعايز طالب يقول لي انا مش فاهم هزعل منك. خزن لي دي يا حبيبي على جنب كده. الطول والمساحه علاقه عكسيه يعني ايه؟ يعني لو الطول من الاخر زاد للضعف فان المساحه تقل للنصف. في طالب خلي بالك امتحان السنه دي، خلي بالك السهل الممتنع. السهل الممتنع اللي عايزك تكون عارف النقط دي كويس جدا، ما تقعدش تحل مش دلوقتي. خلص 6 محاضرات وحل. يلا بينا. اللبانه، سحبت اللبانه طولها زاد للضعف، طولها زاد للضعف. وبعدين هل اثرت على السمك؟ اثرت على السمك. السمك قلل النص. كلام بسيط. هو انت ليه ما بتشغلش دماغك في الامتحان؟ ليه؟ ايه السبب؟ رايح بقى مطبق ومش عارف ايه. ايه اللي يخليك تطبق يا حبيب قلبي؟ اقسم بالله اكل كويس نوم كويس هيخليك برنس في الامتحان. تطبق وانت علامه الفيزياء. انا لو طبقت ورحت امتحان فيزياء هقعد زيك هجيب 30 من 60. ربنا يستر. ما تطبقش. ريلاكس. كل ما بقيت مستقر كل ما المعلومات وصلت. كل لما ذاكرت كويس، كل ما كتبت كويس، ادخل بقى عندك ثقة في ربنا. ثقة في ربنا هتعدي وهتظبط الدنيا وتمام التمام. طيب واحدة واحدة. أنا ما بشغلش مخي في الامتحان. يعني إيه يا أستاذ؟ أنت حضرتك قاعد تسمعني وعمال تكتب ومهتم وبتاع إن شاء الله. يعني هو الطول والمساحة علاقة عكسية، الطول مش عارف زاد للضعف فإن المساحة تقل للنصف، وعمال تكتب. لما تدخل الامتحان ويقول لك سلك مستقيم ضغط اللبانه يا حبيب قلبي، اللبانه ضغط. عادي المراقب مش هيقول لك حاجه، طلع اللبانه واضغطها. ايه اللي حصل؟ الطول ايه؟ قلل النص. المساحه زادت للضعف. ايه العبقريه في كده؟ بتوقف مخك في كلام اهبل. واحد يقول لي انت قلت لي اسحب اللبانه. طب ما انا ضغطت اللبانه يا زكي. ضغطتها عادي، ضغطتها فالطول قل فالمساحه
زائد. يبقى العلاقه بينهم علاقه ايه؟ عكسيه. طيب تعالى نكتب القانون. هو R1 على R2. يا رب ما اسمحش الجمله الجايه. يا رب ما اسمحش الجمله الجايه. اكتب رو ايه 1 على رو 2. تبقى طالب غبي لو إيه؟ لا بلاش بقى. احذف دي. يلا. سحب سلك فزاد طوله للضعف. سحب سلك فزاد طوله للضعف. سحب سلك فزاد طوله للضعف. كان نحاس هيبقى حديد، هيبقى صفيح. يعني لما اسحب السلك هيفضل النحاس هو النحاس. اذا لا وجود للمقاومه النوعيه. ما تكتبش المقاومه النوعيه بس. خلاص مش هنكتب المقاومه النوعيه يا مستر، مصدقين خلاص. ها L1 على L2. جميل. انا ماشي معاك خطوه خطوه. حبيب قلبي انا لو حبيت اكتب هنا هكتب ايه؟ في A2 على A1. بص يا ابني على السبوره يا حبيبي. ما هو A2 على A1 يا مستر بتساوي مين؟ L1 على L2. يعني انا اشيل دي. تمام؟ يا رب تكون مركز. واكتب مكانها ايه؟ A2 على A1. لما انا اكتب مكانها L1 على L1 على L2. صح ولا لا؟ طب ما L1 في L1 ب L1 تربيع. طب L2 في L2 ب L2 تربيع. وبعد اذنك امسح لي دي. تمام؟ يا رب تكون المعلومه وصلت. طيب يساوي. مش هيجي لك اكتر من اللي انا بقوله. مش هيجي لك والله والله والله. مش هيجي لك غير اللي انا بقوله. اكتر من اللي انا بقوله مفيش. عندك 60 درجه ب 60 سلسله. تابعهم على مسؤوليتي. رجع الست فيديوهات فيديو بعد الامتحان. تمام؟ يلا بينا. مستر المفروض هنا اكتب A2 على A1 مثلا. لو انا عايز اكتب نفس القانون ركز معايا. لو انا عايز اكتب نفس القانون A2 على A1. استنى عشان في طالب ايه تعبان هيقعد ايه يتعبنا معاه. المفروض هنا اكتب L1 على L2 في A2 على A1. حلو. سيب لي المساحه زي ما هي وطير لي دول كده. طير لي L1 على L2 كده. لو شلتها حط مكانها ايه؟ A2 على A1 يبقى A2 في A2. يلا يا حبيب قلبي A2 تربيع على A1 في A1 ب A1 تربيع. ودي مع السلامه. عايز اوصل لك رساله بس على السريع كده عشان ما تصدعش وما توجعش دماغنا كمان. هي نفس ان L1 على L2 بس ربعها. A2 على A1 بس ربعها. في سنه بقى اللي هي نص القطر. اللي هي مين؟ نص القطر. يلا بينا. اسبقني في المعلومه. R2 كان بيتكتب هنا R2 تربيع على R1 تربيع. ده لما كانت مساحه. لما كانت مساحه كنت بكتبها R2 تربيع على R1 تربيع. طب لما تبقى مربع المساحه لما تبقى يلا بينا مربع المساحه يبقى هنا في ايه؟ في هنا تربيع وهنا تربيع. حلو قوي. عزيزي الطالب 2 في 2 هوبا عالمي من غير آلة 4 و2 في 2 ب4. يعني انا ممكن امسح دي خالص وتعمل لي سكرينيه حلوه كده. R2 مش كده طبعا. R2 على R1 بس. هنا أس 4 وهنا أس 4. انتهت. دخلش بقى مواضيع كتير في الايه. ما عندكش غير ده. يلا بينا توكلنا على الله. يلا بينا. عندنا موضوع خفيف هيجي لك عليه رسمه بيانيه خفيفه. المقاومه النوعيه والتوصيليه الكهربائيه. هيجي لك عليه رسمه بيانيه خفيفه. تمام؟ ده انا بقول توقعات وانت بعد الامتحان شوف. المقاومه النوعيه والتوصيليه الكهربائيه. المقاومه النوعيه والتوصيليه الكهربائيه. طيب نسترجع كده مستر بعد اذنك. هي الار كانت بتساوي ايه؟ رؤي في ال على ايه؟ مستر بعد اذنك ممكن تعمل لي قانون لحاجه اسمها رؤي. مستر بعد اذنك ممكن تعمل لي قانون لحاجه اسمها سيجما التوصيليه الكهربائيه او معامله التوصيل الكهربي. ما عنديش مشكله. يلا بينا. الرؤي بتساوي ايه؟ من هنا طرفين فوسطين. يا عم انا اسف بلاش طرفين فوسطين. دي ناس بتزعل منها بتوع علم علوم. مش بقول ان هم وحشين مش كلهم يعني 90% بس. L1 على L2 طيرها ووديها الناحيه الثانيه. لو وديتها الناحيه الثانيه
هتوديها مقلوبه، يعني ايه على ال. يبقى الرؤي بتساوي، يلا حبيبي ها، ار في ايه على ال. السيجما مقلوب المقاومه النوعيه، يبقى ال على ار في ايه. بتكتب ورايا الملاحظات عشان نوفر وقت. مين هي المقاومه النوعيه؟ هي مقاومه موصل. مين هي سيجما؟ يا رب تقول معايا، هي مقلوب مقاومه موصل. يبقى كلام بسيط، مقاومه موصل يبقى دي المقاومه النوعيه، مقلوب مقاومه يبقى دي التوصيليه اللي هو معامل التوصيل الكهربائي. رؤي هي مقاومه موصل طوله 1 متر، مساحه مقطعه 1 متر تربيع عند ثبوت درجه الحراره، وهتعرف ايه السبب. السيجما عكسها، هي مقلوب السيجما بتساوي اهي، السيجما تساوي 1 على رؤي. مقلوب مين؟ المقاومه النوعيه. خلاص يبقى ال على ار في. طب تعرفها، السيجما 1 على ار مقلوب مقاومه موصل طول 1 متر ومساحه مقطعه 1 متر تربيع. ربما يجي لك سؤال في الاختياري، وجه في امتحانات الثانويه العامه، مش انا لسه مالفه دلوقتي وانا بشرح لك، جه في امتحانات الثانويه العامه. لان خبره وضع الاسئله في بنوك الاسئله خبره طويله من وضع الاسئله، لازم احنا كلنا نبقى ملمين كمدرسين، ملمين بالسؤال ده جه في كتاب ايه، جه في امتحان امتى، جه في تجريبي ايه توجه وضع الامتحان السنه دي، ايه التوجه، ايه توجه بنك الاسئله، وهكذا. عادي جه سؤال في امتحان ثانويه عامه بسيط جدا، كان بيكلمه بيقول له مقاومه موصل طوله يتساوى عدديا مع مساحه المقطع، وكان بيديله اختيارات. ده تعريف مين؟ انت متخيل؟ في طلبه برضه زي ما بقول ما بتشغلش مخها، بيبقى رايح مطبق الدنيا بتقلب معاه عكس. ها يلا، هو مستر لازم ده 1 وده 1؟ لا يا سيدي، ده ممكن يبقى 5 وده 5. يتساوى عدديا، يتساوى ايه؟ يعني هو عمره ما ده 5 متر وده 5 متر تربيع، عمره ما يتساوى، ده مساحه وده طول. انما ممكن يتساوى عدديا، طير ال5 مع ال5، خلاص انتهى. يبقى ده تعريف مين؟ تعريف صريح للمقاومه النوعيه. يلا بينا اللي بعده. سيجما بتساوي مقلوب مقاومه موصل طول 1 متر ومساحه مقطعه 1 متر تربيع، او طوله يتساوى عدديا مع مساحه مقطعه، هي نفس التعريف. يبقى ده تعريف مين؟ التوصيليه الكهربائيه. انا قلت لفظ اسمه عند ثبوت درجه الحراره، لان المقاومه النوعيه حبيب قلبي اهو. السؤال اللي متوقع يسالك عنه السنه دي الرسمه البيانيه، المقاومه النوعيه والتوصيليه الكهربائيه. اقولها لك صريحه بقى، المقاومه النوعيه تتوقف على نوع الماده، درجه الحراره. ركز معايا، نوع الماده ودرجه ايه؟ الحراره. بسرعه بسرعه بسرعه. زاد الطول للضعف، المقاومه النوعيه تظل ثابته مش بتعتمد على الطول. زادت المساحه للضعف، المقاومه النوعيه تظل ثابته مش بتعتمد على الطول. تمام؟ ولا درجه الحراره لا تعتمد، لا اسف. يبقى الرؤيه تعتمد على نوع الماده ودرجه ايه؟ الحراره. لو زاد الطول للضعف، المقاومه النوعيه تظل ايه؟ ثابته. التوصيليه تظل ايه؟ ثابته. طب ليه؟ لان هما بيعتمدوا على نوع الماده ودرجه الحراره. كويس كده؟ طيب يلا بينا. ايه بقى اللي انا بقول لك؟ هو ممكن يلعب معاك لعبه بسيطه جدا وردت كتير جدا وما زالت موجوده في بنوك الاسئله في الوزاره، اللي هو ايه؟ سؤال الرؤي والال، يقول لك اختار، يديك 4 اختيارات وعايز الرسمه الصح. طالب ده داخل الامتحان موهوم بامتحان الفيزياء، يقول لك يا عم لا انت عايز توقعني، هو انا اهبل؟ اوعى تعمل كده. ايوه خليك اهبل. يقول لي يا مستر هو الرؤي والال، لا 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 لا، دي واضحه، ده العلاقه بينهم علاقه عكسيه، يبدا يختار لي دي او يختار لي دي. مش عارف، ما عنديش جمله لطالب النهارده في وقت زي ده، فاضل لك شهر على الامتحان وكده. تمام؟ واحده واحده انا قايلها لك اهي. هو بيعتمد على مين؟ بيعتمد على نوع الماده ودرجه الحراره بس، ما تقعدش تالف. انا النهارده لما اجيب لك علاقه بيانيه يا حبيب قلبي بين الرؤي والال، هو مش بالعافيه، انا لسه قايل لك لا يعتمد على الطول، لا بيعتمد على الطول ولا على المساحه، انتهى الكلام خلاص. حلو؟ تختار مين بقى؟ تختار الرسمه دي. تمام؟ واديك بقى بسرعه كده الهديه اللي بعدها، اللي هو لو جايب مساحه نفس الرسمه. طب لو حط سيجما نفس الرسم نفس الرسم نفس الرسم نفس الرسم، هي
لا تعتمد على الطول ولا على المساحة، تعتمد على نوع المادة ودرجة الحرارة. طيب سؤال ثانوية عامة، مش لسه مألف، سؤال ثانوية عامة، افتح وحل. واللي بيحل في الوقت اللي احنا فيه ده سمع السؤال وشافه في امتحان ثانوية عامة. إذا زاد طول موصل للضعف وقلت مساحته للنصف. الله الله، زاد الطول للضعف والمساحة قلت للنصف. حلو كده؟ طيب يقول لي فماذا يحدث للمقاومة النوعية؟ أقول له المقاومة النوعية إيه اللي هيحصل لها؟ لا تتغير. ليه؟ لأنها لا تعتمد لا على الطول ولا على المساحة، بتعتمد على نوع المادة ودرجة الحرارة. طيب الجزئية اللي بعدها توصيل المقاومات. ما تعنيش، ما تقعدش بقى تعاني كل شوية من 100 مسألة توصيل، توالي توازي توالي. شوف تجريبي الوزارة اللي لسه نازل من يومين، بس مش هتكلم أكتر من كده ومش هجي لك أكتر من كده. توصيل المقاومات، أولا عندنا توصيل على التوالي بسرعة. يلا بينا. مقاومة 2 3، كلنا حافظين القانون الحمد لله. R1 R2 R3، بس ما بنعرفش نحل، مش مهم. R1 R2 R3 عايز R توتال بتساوي R1 زائد R2 زائد R3 زائد إلى ما لا نهاية. ما فيش مشكلة ومش هنتكلم عنها كتير ومش دي اللي هنقف عندها. مقاومات متساوية 5 و5 و5 10 و10 و10. الحل هتاخد واحدة منهم تضربها في العدد. يعني R توتال بتساوي قيمة المقاومة الواحدة حبيب قلبي في مين؟ في عدد المقاومات. يعني 10 و10 و10، خد واحدة بس ليه 10، اضربها في كام؟ في 3. خلاص يديك الايه؟ يديك الإجابة. كلنا حافظين القوانين. سيبك بقى من الكلام ده، تعال ندخل على التجزئة. التجزئة اهي. بص يا حبيبي، التجزئة في امتحان 2025 اتفقنا؟ صور دي وخدها على ايه؟ على مسؤوليتي. تجزئة عندك في توصيل التوالي تجزئة فرق الجهد، عندك في توصيل التوازي تجزئة التيار. كلام منتهي. ولا هيجيب لك مسألة صعبة ولا 500 مسألة في المقاومات ولا مسألة عجلة ولا مسألة خروف ولا مسألة هبل. الكلام ده كله عبط. تمام، سيبك منه، اركنه على جنب دلوقتي. انت ايه؟ انت خلاص هتبدأ تلتزم معايا وتسيبك بقى، ما تشتتش نفسك على الفاضي في 7000 مسألة في التوصيل. جملتين التجزئة واحدة واحدة. ما انا معلش يعني مش معقول انت هتبقى حلل 7000 مسألة وتجيلي على سؤال التجزئة اصلا ما تبقاش عارفه اساسا. الاساس اللي هو اصلا في امتحان 2025. بص لي دي لو 10 اوم تمام، ودي 5 اوم، وده تيار 2 امبير. يلا جري، تعالى هات لي هنا فولتميتر وهات لي هنا فولتميتر بسرعه. قول لي الفولتميتر اللي هنا هيقرا كام واللي هنا هيقرا كام. طيب حبيب الطالب ايه؟ البائس التاعس الغلبان. قسما بالله اهم قانون في حياتك هيبقى اهم من اسمك في الامتحان ده. انا بقسم لك بالله ده هيبقى اهم. شوف القانون ده هيبقى اهم من حياتك كلها واسمك. الار بتساوي فيه على ار، ما تلخبطش نفسك. عايز قراءة الفولتميتر. هو حاصل ضرب ايه فيه؟ شدة التيار في المقاومة. هو شدة التيار كام؟ 2 والمقاومة 10. 2 في 10 ب 20 فولت. 2 في 5 بكام؟ يلا بينا ب 10 فولت. استاذ بعد اذنك، هو توصيل المقاومات على التوالي في كلمتين اللي هيجوا لك في الامتحان. توصيل المقاومات على التوالي ايه الخصائص؟ التيار ثابت وفرق الجهد يتجزأ. طب يتجزأ ثانية واحدة. بص لي هنا، الفي بتساوي اي في ار. سيبك من العك بقى، قول ما تنامش. سيب التليفون كده وايه واكتب. يلا بينا. هو هنا دول الاثنين دول متوصلين على التوالي. انا قلت مين اللي ثابت؟ التيار ثابت. يلا بينا. في وار بينهم علاقه ايه؟ علاقه طرديه. فهو نفس الجمله ان الجهد هيتجزأ بنفس نسب المقاومات. طب قول لي كده المقاومه دي والمقاومه دي ايه علاقتهم ببعض؟ هتقول لي المقاومه دي ضعف دي وانت مغمض، فرق الجهد ده ضعف فرق الجهد ده.
ده 20 ده كام؟ ده 10. انتهى الموضوع. والتيار ماله؟ ثابت. سجل المعلومه دي، سجل التجزئه في امتحان 2025. تجزئه يا اما تجزئه التوالي يا اما تجزئه التوازي. طب انا عايزك تكتبها ورايا، مش هكتبها لك انا. في حاله توصيل المقاومات على التوالي تكون شده التيار ثابته. تاني، تكون شده التيار ثابته. تالت، تكون شده التيار ثابته وفرق الجهد يتجزأ بنفس نسب المقاومات. طيب هو انت ليه يا استاذ ضاغط عليا كده وعمال تقول لي وتعلي صوتك وتقول لي اصل؟ بص يا حبيب قلبي، مش هيجيب لك ارقام. لا 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 لا، ما بحبش كده انا بقى. والله العظيم والله جه في امتحان ثانويه عامه قبل كده، فعلشان كده انا مش مألفه. اللي ألفه اقول لك انا مألفه، وانا في الغالب مش هألف لان انت وقتك ما يضيعش في ايه؟ في تأليف على الفاضي. السؤال ده كان جاي في امتحان ثانويه عامه قبل كده. رد عليا بقى يا معلم، انت اللي عمال تحلله 500 مساله خروف على 500 مساله عجله على توصيل على 700 كتاب. مش ايه يا عم؟ تخيل ان هو في السؤال ده كان بيساله مين قراءه الفولتميتر الاكبر؟ طبعا انت امتحانك السؤال عليه درجه او درجتين. اسمع يا حبيب قلبي، في الوقت ده انت محتاج تسمع كويس، تسمع بثقه. اقسم بالله اقسم بالله واخد عهد على نفسي ان الحصص دي تكون لوجه الله لطالب غلبان مشتت من كتر الضغط اللي انا شايفه، وده عمال ينزل وده عمال يقول. يا عم ربنا يسهل للجماعه، ما بتكلمش على حد، انا بتكلم على الطالب الغلبان اللي طالع عينه ما بين فيديو هنا لكتاب هنا مش عارف مين هنا، يرمي دي ويجي. ايه يا عم في ايه؟ في انتوا خليتوا ماده الفيزياء اصلا، كهربتوا الفيزياء، كهربتوها. انا نفسي زهقت من الفيزياء. انا اعتزل الفيزياء واشتغل مدرس زهقت. ايه ده؟ اقسم بجلال الله انا بحط نفسي مكان الطالب، اقسم بالله بقول يا نهار اسود ايه ده؟ ده لو طالب والله ما ادخل الامتحان. ايه يا عم في ايه؟ 7000 ساعه في 500,000 مش عارف مين ايه يابا في ايه؟ طب انا هخلص امتى؟ ويجي لي طالب يعني يقول لي معلش اصل انا الفيديو وكان في المدرس بيحل 300 سؤال وانا. انت بتحل؟ انت ما بتحلش ولا ايه؟ انت هتحل امتى؟ بعد الامتحان. النقط دي اقعد اكتب كده والتزم واكتب ورايا. ده امتحانك يا حبيبي، اقسم بجلال الله ده امتحانك. بكلمك كلام ثقه ان امتحانك مش هيجي لك فيه الخروف اللي مرسوم عشان تجيب المقاومه المكافئه. تمام؟ ولا هيجي لك العجله اللي راكبها وعايز ايه يا عم في ايه؟ نهزر؟ ممكن تتحط في النص كده في رمضان في العيد في مش عارف مين، هزار فانوس، حل بقى المقاومه. ماشي انا معاك يا عم، حل براحتك، هزار تعدي مفيش مشكله. انما يجي لي طالب، تمام، طالب عايز يدخل طب وبتاع وجايب لي ايه؟ مساله الخروف. استاذ انا حليت الاسئله كلها في كتاب كذا بس فاضل سؤال. ايه يا حبيبي؟ الخروف. خروف مين؟ الله يخرب بيتك. هو انت فاكر اني هجيب لك الخروف في الامتحان؟ يا ابني هيجيب لك الكلام ده البسيط السهل. هو ليه في 5 اسئله هيجوا عايزين طالب متميز هيميز ما بين اللي الدرجه النهائيه والاقل. ماشي يا حبيبي؟ يلا بينا. هنا الجملة اللي انت كتبتها بايدك دلوقتي ورايا، ان في حالة توصيل المقاومات على التوالي مين اللي ثابت؟ شدة التيار. حلو قوي. وفرق غني وفرق الجهد يتجزأ بنفس نسب المقاومات. حلو قوي. استاذ بس ما وضحش. لا يا حبيب قلبي وضح، بس انت اللي نظرك ضعيف. ار1 اكبر من مين؟ ار2 وانت مغمض اعملها له كده يا حبيبي. مش انت لسه قايل لنا يتجزأ بنفس النسب؟ يبقى في واحد اكبر من في 2 عشان ما تضيعش وقتك. يلا بينا على اللي بعده. ده اول نوع من انواع التوصيل. يا رب يلا بينا اللي بعده. توصيل المقاومات على التوازي. ما تتعبش نفسك، ما تقعدش تفكر كتير، كلنا حافظين القوانين للاسف. استاذ انت بتقول للاسف؟ للاسف. ما انت حافظ القانون بس ما بتحلش. تمام؟ يلا بينا. في حالة توصيل المقاومات على التوازي، ار توتال ار ايكويفالنت ار داش. في اول السنة كنت بشوف صراعات ما بين الطلبة، هي داش ولا توتال ولا ايكويفالنت. اي واحدة بينهم نفس المعنى، هي الافضل ليهم ار ايكويفالنت اللي هي المكافأة. المهم بيساوي مين؟ 1 على ار1 زائد 1 على ار2 زائد 1 على 3 الكل اس سالب 1. طيب متساوية. ار توتال بتساوي قيمة الوحدة على عددهم. يعني ايه متساوية؟ 9 و9 و9 متوصلين على التوازي.
هاخد واحده منهم اللي هي التسعه واقسمها على العدد اللي هو كام؟ 3. يبقى 9 على 3 فيها 3. انتهت. طيب مقاومتان، ما اعرفهاش بقى بالعربي، هتكتبها كده مقاومتين ولا مقاومتان، ما تقفليش على حاجه. ار ايكويفالنت ار توتال ار داش بتساوي حاصل ضربهم على مجموعهم. يلا بينا. 3 و6، 3 و6 متوصلين على التوازي بسرعه. ها، حاصل ضربهم على مجموعهم. 3 في 6 على 3 زائد 6 وانتهت، هتطلع 2. يلا بينا. معلش يعني انا مش جاي اقول لك القوانين، انا جاي اقول لك بقى حته التجزئه اللي انا قلت لك وعلمت لك عليها، والتجزئه 2025. يلا بينا. هقول لك حته لقطه جميله قوي هيعملها لك في الامتحان دي، لو جت في الامتحان تبقى من نصيبك ان انت سمعتها مني، بس يا رب افتكرها وما انساهاش. تمام. التجزئه، تجزئه ايه بقى؟ قال لي ارسم لي يا حبيبي كده مقاومتين على التوازي. يلا يا بني ادم، ها، حرك نفسك، ما تفضلش ايه تسمع وخلاص. ارسم. ها، هنا مثلا دي 6 اوم ودي 3 اوم، ودخل تيار هنا 3 امبير. تمام. هو ايه اللي هيحصل؟ والله يا استاذ الاثنين دول متوصلين على التوازي، ايه اللي عرفك؟ فرق الجهد ثابت. مش فاهم. يعني مثلا لو انا سميت النقطه دي س ودي ص، المقاومه اللي فوق اللي هي الستة بدات بس انتهت بص، طب المقاومه اللي تحت بدات بس انتهت بص، خلاص الاثنين بادئين من نفس النقطه وراحوا عند نفس النقطه، خلاص انتهت. يبقى الاثنين ايه؟ بداوا من س انتهوا بص، يبقى الاثنين ليهم نفس فرق الجهد. الله عليك. والتيار عكس التوالي يتجزأ. حلو. يعني ايه يتجزأ؟ قال لي يعني ده هيجي هنا يا استاذ، هو هيتجزأ شبه بعض ولا الله اعلم؟ تعالى بقى نشوف الجمله بتقول ايه. ثانيه واحده يا حبيبي، اللي هو القانون اللي قلت لك ده اهم من حياتك. يا اغلى من حياتي، ار بتساوي في على اي. تمام حبيب قلبي، اكتب عليه لغز. لغز اقسم بجلال الله، لغز الكهربائيه. تستقلب القانون ده تروح في داهيه. لغز، خلاص كلام منتهي. ده انا اعمل ايه بقى؟ انا بديه هديه للطالب اللي هو غلبان اللي ما يعرفش حاجه في الفيزياء، اقول له اكتب ده وتحرك من خلاله. واحنا ما اتكلمناش النهارده غير عليه. الحصه اللي جايه، المحاضره اللي هي الفصل الثاني، هتلاقيني بتكلم عليه. ده لازق في المنهج. الار بتساوي في على اي. حلوه قوي. استاذ بعد اذنك طلعها بره كده. الار بتساوي في على اي. حبيب قلبي في التوازي انا قلت لك مين اللي ثابت؟ جميل، فرق الجهد بس، انتهى الكلام. ها، مقاومه تيار علاقه عكسيه، تقدر تقولها ورايا؟ فان التيار يتجزأ بنفس ولا بعكس؟ منك لله. يلا يا بني ادم، قلت علاقه عكسيه. كل لما بقولها في اي مكان الاقي برضه نفس الغباء هو. المهم ما علينا، حصل خير. الار والاي يا حبيبي علاقه عكسيه، فلما اجي اقول لك يتجزأ هتقول لي يتجزأ بعكس نسب المقاومات. اذا تعالى بقى واحده واحده معايا، نسبه اللي فوق للي تحت. المقاومه اللي فوق قد اللي تحت مرتين، يعني نسبتهم كام؟ 2 إلى 1. التيار هو داخل هيتجزأ بعكس النسب دي، يعني قيمه الاجزاء هنا هيبقى 1 تيار، اسمع يا حبيبي، و2 تحت. هقولها في 3 ثواني. تيار داخل 3، معاك 3 جنيه، عايز تقسمهم لكام جزء؟ لجزء وجزئين، يعني 3 أجزاء. 3 جنيه قسمهم على 3 أجزاء، 3 جنيه قسمهم على 3 أشخاص يا بني آدم يا بتاع علم علوم. 3 على 3 فيها الواحد، يعني قيمة الجزء بواحد. يعني التيار اللي هنا مستر بكام؟ 1 أمبير. والتيار اللي هنا 2 أمبير. واحنا عارفين مش صعب. حلو. ولا دي هتبقى صعبة. 6 أمبير. يلا 6 أمبير داخلين. شغل مخك بقى. 6 أمبير نفس الكلام هيتجزأوا على كام؟ على 1 و2. كام جزء؟ 3 أجزاء. كام جزء؟ 3 أجزاء. كام جزء؟ 3 أجزاء. 6 على 3 يبقى قيمة الجزء ب2. هوبا، يعني الجزء اللي فوق هيبقى ب2 أمبير. طب دول كام جزء يا حبيبي؟ حبيبي دول جزئين، يبقوا كام؟ 4 أمبير. حلو. طيب مستر ممكن تديني لمحة عن توقعاتك في التجزئة؟ اقسم بالله التجزئة لازم تجي لك في الامتحان يا توالي يا توازي. بس شغل مخك بقى، ما تتهمنيش بقى ان انا
ما قلتلكش الحته دي وتقول لا والله اصله ما قالهاش وكان بيحلف. ما هي دي. يجي لك يا بني ادم يحط لك اميتر هنا، حلو كده، ويجيب لك اخر الفكره يقول لك وضع الاميتر اللي انت شايفه ده قراءته هتبقى ايه؟ نفس اللي احنا قلناه. ما انت قلت التيار يتجزأ، وصولك لقيمه التيار هي وصولك لايه؟ قراءه الاميتر. يلا بينا ننقل على الجمله اللي بعدها. بسم الله. هوبا. القدرة الكهربية، استر يا رب، وإضاءة المصابيح. أسئلة معتادة، أسئلة شائعة. ما بعرفش يعني إيه قدرة، ما بعرفش إضاءة مصابيح، ما بعرفش مش عارف إيه. أصل لما يقول لي مصباح بتعب نفسيا، بتضايق. مش ريلاكس. بص يا حبيبي، احنا هنبدأ بقانون. أنا طالب غلبان، هبدأ بقانون. قانون القدرة عندك في الكهربية في الأربع فصول مفيش غير الأربع قوانين دي بس. أنا لميتهم لك كلهم في باكج واحد، هرميهم لك على السبورة مرة واحدة. طاقة على زمن، يلا بيه. ها، فرق جهد في شدة تيار. تبقى طالب تعبان لو ما بتكتبش ورايا. يساوي اي تربيع في ار. تبقى طالب تعبان لو بتتفرج بس. ها، في تربيع على ار. بس ما عندكش غير الاربع قوانين دي في المنهج. اقولها تاني بالراحه. باور بيساوي طاقه على زمن، في في اي فرق جهد في شده التيار، اي تربيع في ار، في تربيع على ار. عايزين نتكلم بقى على الروقان كده عشان القانون ده ما يتعادش تاني. تجيش تقول لي انا مشكلتي في المصابيح، مشكلتي في القدره. حبيبي مش بعد ده ان شاء الله مش هيبقى فيه مشكله. بص يا حبيبي، هو انا مش بكلم ناس ما تعرفش حاجه، انا بكلم ناس المفروض احنا في خلاص في شهر 5 فالدنيا. باور بيساوي طاقه على زمن، ده في الفصل الثالث. تعريف القدره هي الطاقه الكهربيه المستنفذه خلال زمن قدره 1 ثانيه. انتهى. يعني في الاخر مش هتشوفه كتير في الفصل الاول. في في اي فرق جهد في شده التيار، اي تربيع في ار هتشوفه، في تربيع على ار هتشوفه. طيب ده بص يا جماعه، القدره ليست، هقول لك كلام صريح، كلام برضو يعني ايه ما ينفعش اقول غيره عشان ما يتحسبش عليا في الفيزياء. القدره مش هي الاضاءه، ومش عندك في المنهج، ومش مكتوبه في الكتاب، تمام، ولكن بيجي عليها اسئله ان هو بيتعامل مع القدره ان هي تتناسب تناسبا طرديا مع الاضاءه. انت مش لازم دلوقتي تقعد تدوش نفسك طب الاضاءه ايه، طب الاثنين واحد. خلاص. كل لما يقول لك ماذا يحدث لاضاءه المصابيح يقصد ماذا يحدث للقدره الكهربائيه. متفقين ولا اعيد الجمله تاني؟ ماذا يحدث لاضاءه المصابيح، لو جاب لفظ اضاءه يعني قدره وش خلاص انتهت. ما تقعدش بقى تركز هو فين قانون الاضاءه، هما واحد. خلاص يلا بينا. هلعب لعبه خفيفه كده على القدره، لعبتين بصراحه خاصين بمسائل التوالي، ويعني ايه ها ممكن تشوفهم في امتحان. بيقول لي مقاومتين متصلتان على التوالي. هرسم لك المسألتين قدام بعض، R1 و R2. حلو كده؟ R1 و R2. فإذا كانت R1 ها أكبر من R2 أيهما أكبر إضاءة؟ في مصباحين، مصباح اسمه R1 ومصباح اسمه R2 متوصلين على التوالي. هقول لك كل حاجة بالتفصيل. متوصلين عليه على التوالي. فقال لي معلومة إن R1 أكبر من R2، عايز يعرف مين إضاءته أكبر. سيبك من دي، يلا بينا ندخل على بعدها. مقاومتين ها R1 و R2 متصلتان على، سمعني صوتك، على التوازي. كويس. فإذا كانت R1 أكبر من R2. حلو. المسألة اللي أنا ألفها أقول لك أنا مألفها، اللي جايبها من مرجع أقول لك أنا من كتاب خارجي أقول لك، وحتى في ال 200 سؤال اللي أنا مجمعهم لك في آخر محاضرة دول من المراجع العلمية. اللي هو اللي بيحط الامتحان واللي بيحط بنك الأسئلة هو بيسترشد بالمراجع العلمية، وكل الكتب الخارجية بتسترشد من بعض ومن المراجع العلمية بدون خوض في تفاصيل. المهم دي جت في ثانوية عامة. بص يا حبيب قلبي، انت عندك 4 قوانين. الطالب الشاطر، انا بشرح للشاطر والضعيف عشان ما يقوليش بقى انا مش فاهم. الباور بتساوي طاقة على زمن، في في اي، اي تربيع في ار تساوي في تربيع على ار. انا مشكلتي كطالب مش متدرب كويس. بص يا استاذ، انا بتلخبط ما بين استخدام ده واستخدام ده.
شوف انا بسمعك ازاي، ونفس الكلام اللي بيتردد في ذهنك هو اللي انا بقوله لك ده، فصدق بقى. ده القانون الاول وده القانون الثاني. استاذ انا بتلخبط، بتيجي قدام المساله مش عارف استخدم ده ولا استخدم ده. انا هقولها لك في دقيقه واحده بس بالظبط. رقم واحد، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. هم متوصلين على ايه يا حبيبي؟ دي المساله دي متوصلين على ايه؟ على التوالي. يعني مين؟ يعني اي ثابت ومديك علاقه المقاومه. عايز قانون فيه اضاءه وتيار ومقاومه، مش محتاجه فزلكه، مش محتاجه ان انت تبقى برنس عشان توصل لها، ما هي قدامك. قدره اضاءه اهي، قدره الاضاءه اي تربيع فار، هو القانون ده اللي انا هستخدمه. طب هو مين اللي ثابت يا بيه؟ التيار ثابت. يبقى القدره والمقاومه بينهم علاقه طرديه. مش هكررها انت بقى، اسمع انت الفيديو بقى مع نفسك وعيش حياتك. يبقى اذا كانت المقاومتين متصلتان على التوالي فان شده تيار ثابته، وعند ثبوت شده تيار فان القدره والمقاومه بينهم علاقه ايه؟ طرديه. فاذا كان حضرتك في الامتحان بتقول لي ار1 اكبر من ار2، انا اقول لسيادتك ان باور واحد اكبر من باور 2. يعني ايه؟ اضاءه الاول اكبر من اضاءه الثاني. انتهت. خش على اللي بعده. مقاومتين ار1 وار2 متصلتان على التوازي. ستوب. مين اللي ثابت؟ فرق الجهد. حبيب قلبي، اللي ثابت فرق جهد وعندك مقاومات، بالعقل هتستخدم انهي قانون في الاثنين؟ ما هتستخدم ده. لو تشغل مخك بس ونبطل شويه الايه؟ نبطل شويه بقى الاستغباء اللي بيحصلوا دول، تبقى باشا عادي، كلام بسيط. مقاومتين متصلتان على التوازي، فرق الجهد ثابت. حلو قوي، فرق الجهد ثابت. طب كده المقاومه والقدره بينهم علاقه عكسيه. هو قال لك ايه؟ انت طالب بصماجي عادي بقى، هتحلها برضه. ما انت حتى لو مش عارف هتعرف ار1 اكبر من ار2. غير يا بيه العلامه دي، يبقى باور واحد يا بني ادم اقل من باور 2. تتقرا ازاي؟ اضاءه الاول اقل من اضاءه الثاني. عشان ما تضيعش الوقت يلا بينا على الجمله اللي بعدها. حالات الغاء المقاومه. تعالى لي بقى. طبعا المحاضرات دي هتبقى محاضرات مختصره بالنسبه للطالب المحترم اللي عايز يجيب درجه نهائيه، ان انا مش هعكلك دماغك بكلام كتير. لا، انا جايب لك المختصر المفيد. تستنى الفيديو الاخير ال 200 سؤال على مسؤوليتي لن يخرج عنه الامتحان باذن الله. حالات الغاء المقاومه انا ارسمها لك مع نفسي. يعني انا هقعد ارسم وانت اقعد تقول ايه؟ مين اتلغى مين ما اتلغاش، طب اتلغى ليه؟ والافكار اللي انا هرسمها لك هي دي بس. تاني، الغاء المقاومه هي دي بس. يلا انا عايزك بس تكتب لي سؤال في الشكل المقابل. احسب قيمه المقاومه المكافئه. بص يا بيه، مقاومه 6 اوم زي الفل، تجزئه مفتاح. مقاومه 5 اوم مقاومه 4 اوم. بعدين مقاومه 10 اوم سلك فاضي. خلي بالك، ده انا اقولها لك كده سلك فاضي، مش هتلاقي واحد جنبك قاعد يقول لك سلك فاضي سلك المهم يلا بينا. ايه اللي بعده؟ 2 اوم. بص يا حبيب قلبي، جهاز اميتر. اللي بعده مقاومه 1 اوم. اللي بعده مقاومه 4 اوم. طبعا انت عمال طبعا تتريق وتقول لي ما انت لسه قايل لنا مساله الخروف ومساله مش عارف مين. ما هي دي مش مساله خروف، انا لامم لك. دي مش مساله عمرها ما تيجي كده في الامتحان، يعني عمرها ما هتجي لك كده في الامتحان. انا لامم لك كل الحالات في رسمه واحده. اتنين بس. عديت بقى بسلام وامان، اهلا بيك، لان انا لامم لك كل حالات الغاء الايه؟ المقاومه. صلى على النبي. بص يا حبيبي، هو مبدئيا
انا عايزك تحسب المقاومه المكافئه من نقطه A لنقطه B. يجي طالب ذكي قوي يقول لي يعني ايه من A ل B؟ يعني كانه حاطط البطاريه هنا. عايزك تحسب هتمشي تتحرك بالتيار من A توصل ل B. التيار الله يهديك يا رب، التيار هيعدي على انهي مقاومه؟ المقاومه اللي بيعدي عليها التيار بتتحسب. يلا بينا عشان ايه الموضوع ما ياخدش معانا جانب ايه نرفزه. واحده واحده. التيار بيعدي على المقاومه اللي بيعدي عليها التيار خدها معاك. اظن كلام بسيط. تعالى كده بص يا حبيبي، التيار عدى على الستة صح؟ بعد اذنك خليها معانا هنلمها في الاخر. خليها بس ايه يعني انا عايزك تقول بس ايه التيار هيروح لمين وما يروحش لمين بس، وبعدين ايه هستحملك انا بستحمل كتير. ها بص يا حبيبي، عدى على المقاومه 6 هيعمل ايه؟ هيلاقي مفتاح مفتوح ومسار مغلق. هيعدي على ايه؟ المسار المغلق. اذا المفتاح المفتوح يلغي المقاومه دي. يبقى دي اول مقاومه اتلغت ودي معانا. حلو؟ يلا بينا. 3 افرع، كلام بسيط ومباشر، في فيزياء بس كده بالعاميه، فيزياء بالعاميه اللي هو اخلص، مش في وقت بقى فيزياء، انا في وقت ليه؟ فيزياء بالعاميه عايز اجيب الدرجه. ها 3 اسلاك، واحد مقاومته 10 وواحد مقاومته 10 واللي في النص سلك فاضي احنا بنقول عليه مقاومته بصفر اوم. هم متوصلين على التوازي ثابت، فرق الجهد ثابت. يبقى المقاومه والتيار علاقه عكسيه. يعني ايه علاقه عكسيه؟ يعني مقاومه كبيره تيار قليل، مقاومه قليله تيار كبير. بسيط كلام لحد كده زي الفل. هنا هو التيار لما يجي هنا يفكر يروح لمين؟ هيروح للمقاومه 10 ولا المقاومه 10 ولا المقاومه 0؟ ولا اوعى تقول لي هو التيار بيفكر احسن منك. بيفكر احسن منك. ها مقاومه 10 ومقاومه 0 ومقاومه 10. ها مقاومه قليله تاخد تيار كبير. لا يا بيه، ده انا بقول لك مقاومه بصفر. مقاومه بكام؟ بصفر. يبقى تسحب التيار كله. يبقى اذا السلك الفاضي غني السلك فاضي يسحب التيار. لا 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 ايه ده؟ حبيب قلبي ويلغي الاثنين دول. اللي بعده هوبا يجي هنا مش عارفها لان انت مش مذاكر الفصل الثاني كويس، وهخليك تلم الفصل الثاني كويس باذن الله. الاميتر لما يجي الاميتر بشرحه لك بالتفصيل بس على اللقطه السريعه كده. الاميتر المثالي مقاومته بصفر. هقولها لك تاني في ودنك. الاميتر مكوناته في الفصل الثاني ان هو جلفانومتر متصل مع مقاومه مجزئ على التوازي، وتوصيل التوازي بيقلل المقاومه. اذا انا عايز اقلل المقاومه ولا ازود؟ انا عايز اقلل. مش هشرحها لك غير في التاني بقى بالتفصيل، هتبقى معلم فيها. وجزء الاجهزه ده انا عامل لك بقى ايه اختصار كده ليه عظمه. تمام كده انا بحط مجزئ علشان يقلل. اذا الاميتر المثالي مقاومته منعدمه بصفر. بالمره بقى الفولتميتر عباره عن ايه؟ عباره عن مقاومه ايه اللي انا قلته ده؟ عباره عن جلفانومتر جنب منه مقاومه كبيره جدا اسمها مضاعف الجهد متوصله على التوالي. ليه؟ علشان تزود المقاومه. يبقى ده علشان يزود بيبقى مثالي، يبقى ده مقاومته لا نهائيه. يا رب تكون بيتسجل ورايا مش قاعد تسمعني على الفاضي وبتضيع وقتك. مقاومه ايه؟ بص يا ابني، يعني مفتاح مفتوح هيخلص. يعني اول ما اشوف الفولتميتر اقسم بالله في مسائل الثاني والاول، اول ما اشوف الفولتميتر انا شخصيا لغايه دلوقتي اقعد اقول لك اشوفه مفتاح مفتوح، ما تتكلمش كتير بقى. يلا بينا. مقاومته بصفر، سمعتها فين قبل كده يا بيه؟ مقاومته بصفر يعني 2 و0. التيار يفكر، الغلبان اللي بيفكر هيعمل ايه؟ هيفكر يروح لانهي مقاومه؟ هتقول لي هو والتيار علاقه عكسيه. التيار علاقه عكسيه، مقاومه كبيره تيار قليل، مقاومه قليله تيار كبير، مقاومه منعدمه يا بني ادم هيسحب التيار ويلغي ان هو يمر عليه. كم؟ هيعدي على المقاومه 1
جايبه لك حته في النص كده عشان ايه؟ عشان ما تتعبش نفسيا، بفرفش عليك. صباح الفل. تمام؟ واحد ماشي، يلا بينا. شفتها فين قبل كده؟ ما انا لسه شايفها فوق. مفتاح مفتوح، الغي المقاومه اللي جنبه. استنى، ايه ده؟ يلا يلا يلا، ها. هيلغي دي لانه مفتاح مفتوح، دايره مفتوحه مش هيمر فيها. يطلع فوق هوبا، يبقى هيمر في دي، يبقى لغى دي ومر في دي. طيب شكل معين، وحاطط لك سؤال محترم قوي على الشكل المعين في الايه؟ في المراجعه النهائيه. حلو؟ كلمه شكل معين دي بتخض شويه على فكره، هو مش لازم يبقى معين يعني انت لو ضغطت الشكل ده مش هيظهر لك بشكل معين، المهم ان هم هيبقوا مقاومات على الاضلاع الاربعه متساويه. حبيبي ما تدوش نفسك، والله ما هيجي لك غير اللي انا بقوله ده. تمام؟ مقاومات متساويه، يبقى انت اللغز ان الاضلاع الاربعه استاذ لازم يبقى معين. ممكن يبقى مضغوط كده، هوريه لك في مسائل الايه؟ الحصه المحاضره الاخيره. ها، 4 مقاومات متساويه. 4 مقاومات ايه؟ متساويه. وانت مغمض يا حبيبي الغي اللي في النص. عايز تعرفها ليه؟ انا ما عنديش وقت اقول لك بالتفصيل، بس الجهد هيبقى متساوي على الاثنين دول، فيلغي دي. كده ايه اللي هيحصل هنا؟ الاثنين دول كده على التوالي ب4 اوم، ودول على التوالي بكام؟ ب4 اوم. 4 و4 توازي بكام؟ ب2. يبقى دول لما انا هشيلهم هحط مكانهم 2. مش مشغول انا قوي ان انت تطلع الرقم في الاخر، يعني عشان ايه؟ ما تقعدش تنتظر ان انا اطلع لك الرقم بس انت طالب غلبانه. ما فيش مشكله، عد معايا 6 ها و4 10. لغى الاثنين دول. ها يلا بينا. سحب ولغى دي. احنا لغايه دلوقتي 10. فكرني لو انا نسيت. ها 1 11. ها لغى دي 11 وعدى على دي، و4 15. لغى الاثنين دول. احنا قلنا كده 15 عشان انا بنسى. لغى دي 4 و4. 4 و4 توازي بكام؟ ب2. يبقى 15 و2 يبقى ار ايكويفالنت بكام؟ ب17 اوم. وتمت المهمه الحمد لله بنجاح. يلا بينا اللي بعده. خد ريستك كده وهدي ووقف الفيديو وعيش ايه؟ وعيش حياتك، وادخل على الشريحه اللي بعدها. يعني انت لو عملت فاصل دقيقتين بين كل شريحه وشريحه هتبقى برنس. يلا بينا ندخل على قانون اوم للدوائر المغلقه. وضع الاجهزه. انا لازقها لك في وشك عشان ما تتكلمش كتير، لازقها لك لان احنا بنعمل البرنامج اللي انا عامله ان انا امسكك ال60 درجه، مش ان انا اخليك قاعد متكهرب عشان انت ما حلتش 7000 سؤال اللي هم كانوا عليك. ريلاكس. وضع الاجهزه انا عارف اللي انت بتفكر فيه، فجاي لك في وقت مناسب باذن الله، وان شاء الله نعمل حاجه حلوه. دي بطاريه قوتها الدفع مثلا اي رقم في بي 1 او في بي بتساوي 10 فولت، ليها مقاومه داخليه بتساوي 1 اوم، ومقاومه خارجيه بتساوي 4 اوم. حلو كده؟ هيجي هنا يقول لي هيجي هنا يجيب لي جهاز اسمه جهاز اميتر بيقيس شده التيار. حلو كده؟ افهم يا حبيبي، انا العنوان اسمه ايه؟ وضع الاجهزه. تحداك انت كطالب من ضعيف لشاطر لمتوسط، كله بكل المستويات بيتلخبط في القانون، فانا بمسكك القانون الصح في الوقت الصح. بص يا حبيبي، ده سموه لي في 1 الفولتميتر الاول، ماشي؟ ده سموه لي في 2. ده في 2. حلو؟ مطلوب منك تعرف لي قراءة الاميتر في 1 وفي 2، بس انا هزود لك جزئية رسم بياني في منطقة الخطر. انت كده هحط لك منطقة الخطر قدامك بس على الرايق. صلي على النبي. اولا الطالب اللي هو الغشيم، لا انا كل لما اقول له يا حبيبي كل لما تتضايق تمام اقعد قول ايه؟ وما اقدرش استغنى عنك. مين يا حبيبي اللي ما تقدرش تستغنى عنه؟ يا خبيث انت يا لئيم. ما اقدرش استغنى عن قانون اوم حبيبي. ار بتساوي في على ار. ار بتساوي في على ار. في طالب يقعد يغنيها ويقول لك بس انا بقيت علامه في الفيزياء. بقول لك انت لازم تكون فاهم القانون، فاهمه، مش عمال ار بتساوي مش طابله، هي ار بتساوي في. حلو؟
تعال نشوف واحده واحده. هو انا لو قلت لك يا حبيب قلبي هنا شده التيار بتساوي ايه وانت مش عارف كلمتين في الفيزياء اهي. شده التيار فرق الجهد. شده التيار فرق الجهد على المقاومه. جديد عليا قوي كلمه فرق الجهد. فرق الجهد بكام؟ ب10 اللي هو اسمه في باتري على المقاومه الخارجيه والمقاومه الداخليه. ار كابيتال زائد ار سمول، بس ده اسمه قانون الدوائر المغلقه. ممكن يا مستر تحسبها؟ مفيش مشكله. الفي بي بكام؟ ب10 فولت. ار الخارجيه بكام؟ ب4 والداخليه ب1 يبقوا كام؟ 5. 10 على 5 فيها 2 امبير. مستواك في الرياضه بقى متميز. حلو. اتفقنا؟ طلع دي بره اللعبه، اركنها شويه. تعالى هنا بقى وروق ترويقه حلوه. تعالى اشغلك على الاسهل. انا عارفك بتمل بسرعه من الفيزياء وماده ممله، انا فاهم، مفيش مشكله. انا مراعي ظروفك برضه. هنا بص يا حبيبي، هنا قراءه في 2 تتبع قانون اوم العادي. هو في عادي وفي في عادي وفي قانون اوم الدوائر المغلقه. هتعرف الفرق. في 2 بتساوي مين؟ اي في ار. حلو قوي. هو التيار اللي هيمر هنا كام حضرتك مطلعه بكام؟ ب2. استاذ مساله مباشره. والله وانا عارف ان هي مباشره والمصحف عارف ان هي مباشره. انت مشكلتك في الرسم البياني بس. يلا بينا. 2 في 4 يقرا في 2 بكام؟ 8. زي الفل. بس انا هلعبك لعبه ثانيه اسمها علاقه بيانيه بين في 2 وبين الايه؟ وبين الايه؟ شده التيار. والله هو التيار ده لو بقى 3 المقاومه ثابته، 3 في 4 ب12، بقى 4 ب16، بقى 5 ب20. اذا اقسم بالله قوم عمل القانون علشان يقول لسيادتك ان الاثنين بينهم علاقه طرديه عند ثبوت مين؟ المقاومه. يا عم ما تصدحش بالكلام ده، خلينا هنا مباشر. الفي والاي يا حبايبنا بكام؟ او ايه اللي بكام؟ الفي والاي العلاقه بينهم علاقه ايه؟ طرديه. اقول لك معلومه بقى، معرفش تجيلك في الامتحان يبقى انت تدعي لي دعوه من القلب ان القانون ده اصلا مكتوب غلط، او هو مش ده الصح. الصح هو كده. افتكر بس يعني احنا ايه؟ بنلعب على كل الاتجاهات. على فكره القانون ده كده بيتكتب على محور الصادات الاي وعلى محور السينات الفي والميل مقلوب الار. جت مره شفتها مره في امتحان، كانت مره وكارثه ان يعني حتى الطالب الشاطر غلط فيها، لان انت عينك اللي بص صلي على النبي بالراحه كده وبهدوء. بكلمك من موضع بفضل الله موضع ثقه. اللي بيحط الامتحان عارف دماغك وعارف البرنامج اللي انت ماشي عليه وعارف انت حليت ايه وبتذاكر ايه. فهو متعود، هو عارف انت متعود ان دي في ودي اي، فيحط لك سؤال دي اي ودي في عشان عينك شايفه ايه؟ شايفه ان الميل بيساوي الار. لا انا عايز بقى بالتفصيل. هو انا لو عملت هنا اي وهنا في، لو قسمت الاي على الفي يديك ايه؟ مقلوب الار. يلا بينا. هنا في وهنا اي. هنا الميل يساوي الريزيستنس اللي هي الار، يبقى الميل بيساوي الار. انتهى الكلام. علاقه بينهم علاقه ايه؟ طرديه. تعالى بقى نروح للايه؟ للحته اللي حضرتك واقع فيها دي. في واحد يقرا قانون اوم للدوائر المغلقه. في واحد بيساوي في بي ناقص اي ار. بص يا ابني هيرسم يا حبيبي، بص يا عسل، هيرسم علاقه بين في واحد. هو عمل ايه؟ هو رسم بين الفي ومين؟ والاي. هنا برضه هيرسم بين الفي والاي، بس ثانيه واحده. الفي ده اسمه فرق الجهد بين طرفي موصل، والفي ده اسمه فرق الجهد بين طرفي مصدر، بين طرفي عمود كهربي، بين طرفي بطاريه. سميها زي ما تسميها. لا مش انت اللي تسميها يا بني ادم، مش انت اللي هو هيسميها. فرق الجهد بين طرفي موصل، بين طرفي مقاومه، هو لازم يسمي في الامتحان. لو قال لك فرق الجهد بين طرفي، اسمع يا ابني، بين طرفي موصل في بتساوي اي في ار مباشر وش كده تحورش. جاب لك بين طرفي عمود كهربي، بين طرفي مصدر، بين طرفي بطاريه، رسم لك الرسمه مفيش خلاف. لازم تكتب بيقرا فرق الجهد الخارجي اللي هو عباره عن القوه الدافعه شايل منها الايه؟ الاي في الار. يبقى في واحد والاي بيسموهم علاقه تناقصيه. اقول لك حاجه،
هكتب لك هنا امتحان 20/25 تاريخ نزول الفيديو، ربنا يكرمنا مع بعض وتيجي في الامتحان. انا هفرح عشان انت سمعت الفيديو كويس. انا بحط توقعات من دماغي ان الحته دي حته حلوه، تمام؟ تيجي في الامتحان يبقى كرم من عند ربنا. العلاقه بين الفي والاي علاقه ايه؟ تناقصيه. ثانيه واحده كده. بص يا مستر، يعني في واحد وايه الاي، هو هيكتبها ازاي في الامتحان؟ هيكتب لي في واحد الفرق الجهد بين طرفي البطاريه، علاقه والنبي ما تقول لي عكسيه. حياتك اغلى حد عندك في حياتك ما تقول لي عكسيه، عشان بتضايق من الكلمه دي. اسمها علاقه ايه؟ تناقصيه. على السريع تناقصيه يعني ايه؟ واحد يزيد الثاني يقل، ستوب، ما تتكلمش تاني. عكسيه، واحد زاد للضعف الثاني يقل للنص، واحد قلل للنص الثاني يزيد للضعف. هو ده المعنى، ما تقعدش تألف بقى. يلا بينا. هنا علاقه تناقصيه، خلي بالك يا حبيبي. في لعبه بسيطه، عشان ايه؟ عشان ما اقعدش اتكلم كتير. الميل بيساوي معامل السين. السين اسمه اي. طب اي فوق مضروب في مين؟ في سالب ار، يبقى الميل بيساوي سالب ار. خلاص كده؟ بس وانا ببص هنا لقيت في جزء مقطوع، حته زياده، ده بيسموه الجزء المقطوع من محور الصدى. يا تجيلك الرسمه ويسالك على الميل، يا تجيلك الرسمه ويسالك على القوه الدافعه او الجزء المقطوع ويسميه ام، ويقول لك هو مين ام. حلو؟ في حته بقى كده ايه على الطاير ليك انت كطالب مؤدب ومحترم وقاعد تسمع النقطه دي. اتحداك لو كنت سمعتها، شوف كده كام طالب يعمل لي كده يقول لي انا سمعتها كام مره. النقطه دي تعبر عن في باتري على ار سمول. في باتري على ار سمول. دي كده متى يكون التيار قيمه عظمى. ده امتى التيار في الدايره دي يبقى قيمه عظمى؟ لو ما كانش فيه مقاومه خارجيه، يعني ساعتها شده التيار يا حبيب قلبي هتتحسب من في بي على ار سمول. يلا لمينا كده الحمد لله جزء ده. ندخل على النقطه اللي بعدها، وانت متفقين ما بين الايه؟ الصفحه والصفحه على الرايق كده. اعمل لك ريست دقيقتين، مش هتخسر حاجه، مش اخر الدنيا، لسه في وقت وهنظبط الدنيا ان شاء الله. اكثر، بص بقى جايب لك حاله مقسمها لك اكثر من عمود كهربي في دايره واحده. في كذا عمود في دايره واحده، في توصيل معا وتوصيل عكس. بص يا حبيبي، حلو كده؟ طيب بص يا حبيبي، يلا بينا. هنا ده 10 فولت، 5 فولت، 3 فولت، هنا 20 فولت، هنا 5 فولت. حلو؟ هنطلع طلعة مع بعض وبعد كده نعمل مسألة رايقة كده حلوة. هنا عايزك تحسب لي في الشكل ده السيجما في بي، وفي الشكل ده سيجما في بي. كلام مختصر؟ لا مش هينفع كلام مختصر هنا، ينفع سبب عشان يلزق في دماغك ما تفكرش. هقول للطالب الغلبان تعالى لي على جنب، تعالى لي على جنب. اقرا كده البطاريات كده، سالب موجب سالب موجب سالب موجب. اقرا تاني، سالب موجب سالب موجب سالب موجب. ايه ده؟ ده شبه بعض. الطالب الغبي في الفيزياء اللي ما يعرفش حاجه في الفيزياء نطق وقالها، ده شبه بعض. سالب موجب سالب موجب، صح؟ شبه ايه؟ طب ما انت سيادتك قلت شبه بعض، خليك جدع بقى. هتعمل ايه؟ هتجمع. سيجما دي يعني محصله 10 و5 15 و3 18 فولت. انسى، ما تكلمش تاني. انا مش جايب الطالب الشاطر عارفها والمتوسط، انا بقول للطالب الغلبان في الفيزياء تعالى اقرا حبيبي كده. سالب موجب موجب سالب، سالب موجب موجب سالب، يعني عكس بعض. هعمل ايه؟ هطرح. يبقى سيجما في بي بكام؟ ب 15 فولت. تمام؟ الطالب المتوسط والشاطر تعالى لي على جنب، يلا بينا. حلوه التقسيمه دي، متوسط والشاطر يجي على جنب حلو، جميله، عجبتني انا شخصيا والله، لسه قايلها دلوقتي.
هو ليه انت جمعت؟ هو انا لو حبيت اعمل رسمه التيار هنا هرسمها من الموجب للسالب، يعني التيار بتاع البطاريه دي هيبقى طالع كده، تيار البطاريه دي هيبقى طالع كده. طب وتيار البطاريه الثانيه هيبقى طالع من الموجب للسالب، طالع كده. طب تيار البطاريه الثالثه هيبقى طالع من الموجب للسالب، طالع كده. كلهم طالعين في نفس الاتجاه، بيدفعوا التيار في اتجاه واحد، فعشان كده سموهم القوه الدافعه الكهربيه. القوه ايه؟ الدافعه، يعني كلهم بيدفعوا في اتجاه واحد. اذا لو كله بيزق في اتجاه واحد بجمع ولا بطرح؟ بجمع. يلا بينا. واللي بعدها اسمع اللي جايه بقى، اسمع اللي جايه وخليك ذكي. اسمها بطاريه شحن يا بني ادم. سمعتها 7000 مره ومش عايزه تثبت. ما اعمل لك ايه بقى؟ عايز لك معجزه انت. تمام؟ هو مين الكبير؟ ال20. ومين الصغير؟ ال5. سيبك بقى من كلام الفيزياء، انا جاي لك اكلمك بالبلدي كده بالعاميه. ما عندكش وقت انت تسمع فيزياء، تسمع العاميه احسن. حبيب قلبي ده بيزق كده، صح؟ وبيزق بقوه لان هو اكبر، وده غلبان يا عيني بيزق كده اصغر. الاتنين في عكس الاتجاه، اجمع ولا اطرح؟ اطرح. 20 ناقص 5 15. ومين ياخد الاتجاه؟ الكبير هو اللي ياخد الاتجاه. الكبير ياخد الاتجاه. مش هضيع وقتك، يلا بينا. هناخد الحاله اللي بعدها كده على الهادي، تمام؟ واسمع كويس جدا. عمود كهربي. انا عايزك تركز لي على ايه بقى؟ انا عايزك تركز على العنوان، خليك طالب ذكي. انا جايبك في وقت زي ده عشان ايه؟ تركز على العنوان وتكتب معايا. عمود كهربي واحد في اكثر من مين؟ من دايره. اللي فاتت احنا كنا قلنا ايه؟ دايره واحده فيها كذا عمود. حلو، دايره واحده فيها ايه؟ كذا عمود. روق معايا كده وركز. هنا ايه؟ عمود واحد في اكثر من دايره. طب هو هيكتبوا لك في الامتحان عند وضع عمود واحد في اكثر؟ لا طبعا. هو يقول لك صياغه مساله، بس انا عايزك تطبع الكلام اللي هقوله لك بالملي. صلي على النبي. دلوقتي انت الساعه اللي محطوطه على الحيطه دي، تمام؟ وقفت، فقالوا لك انزل هات حجاره. رحت نزلت جبت حجاره، تمام؟ جري جري كده، هوب، الساعه اشتغلت زي الفل. تاني يوم مستني انت، ما فاهمني، ماتش ريال مدريد والدنيا هوب الريموت باظ، او ماتش الزمالك طبعا، لان دول اللي انت بتتفرج عليهم اكيد. المهم عشان بيخسروا، انا عارف بيخسروا كتير، عارف، مفيش مشكله. عدي النقطه دي، مفيش، هنشيلها، مفيش مشاكل. بتسمع ماتش الاهلي يا عم اللي ان شاء الله هيخسر الدوري برضه. المهم هوب ريموت التلفزيون تيجي تعمل كده مش شغال، دماغك ايه؟ باظت، فاهمني؟ الساعه 8 والماتش الساعه 8 وعايز تجيب حجاره، هوب اتصرفت تصرف سريع، رحت واخد الحجاره اللي انت اشتريتها لزقتها فين؟ في ريموت التلفزيون. عدى الدنيا وتمام التمام. انت مش فاهم ان دي فيزياء اصلا. بص يا حبيبي، اطبع دي في ذهنك وما تنساهاش. من الحاله الاولى للحاله الثانيه اقسم بالله، اطبع دي في ذهنك وما تنساهاش، ولو جات لك في الامتحان ابقى ادعي لي. رقمين ما تغيروش: القوه الدافعه الكهربيه والمقاومه الداخليه. تاني: القوه الدافعه الكهربيه والمقاومه الداخليه. تاني: القوه الدافعه الكهربيه في باتري، الفي باتري ما اتغيرتش. ومين تاني؟ والمقاومه الداخليه. حضرتك لغز الحل: في بي واحد يساوي في بي 2. طب هو فرق الجهد حاصل ضرب مين؟ شدة التيار في المقاومة. يا ابني يا حبيبي، انا جاي لك من الطريق السهل، ما تصعبوش على نفسك. بس يا استاذ قانون من الدوائر المغلقة انت زودت ار سمول، مفيش مشاكل. يساوي اي في ار الخارجية زائد ار سمول. خليك طالب ذكي. تخيل انت كده لا قدر الله بقيت طالب ذكي ايه؟ بين يوم وليلة. وضع حجارة اللي رحت اشتريتها وضعت فين؟ في ساعة الحائط. ساعة الحائط يا بيه لها مقاومة خاصة بيها، فمرة تيار خاص بيها يا بني آدم، لأن المقاومة أول جملة قلت لك تأثر في التيار، ولكن الار سمول ثابتة. طب لما أنا شلتها وحطيتها في ريموت التلفزيون، كانت مقاومة ريموت التلفزيون يا بني آدم أكيد مقاومة تانية، ما هي مش نفس الساعة، يبقى كل حاجة ليها إيه؟ ليها مقاومة. فمرة تيار اتغيرت المقاومة. حبيبي اتغيرت ليه؟ المقاومة يا بني آدم ايه؟ شغل مخك، اتغيرت المقاومة فيتغير التيار، بس مين اللي ثابت؟ ار سمول، عظمة. بس تعالى بقى ايه؟ يعني على الخفيف كده، مش وقت مسائل، انا عامل لك 200 مسألة فوق العظمة بشوية، تمام؟ بس على الهادي كده انت عايز تطبق. تعالى نألف واستحملني في التأليف معلش.
ماشي، مقاومة 5. تمام؟ وضعت بطارية في دائرة مقاومتها الخارجية 5. نص المسألة اللي بتيجي في الامتحان كده. وضعت بطارية في دائرة مقاومة الدايرة 5. فمر تيار مثلا 2. حلو. بعد إذنك ما تنساش إن الار دي هو عمره ما هيقولها لك، هو مش غبي. يبقى دي ثابتة. يساوي. وعندما وضعت هذه البطارية في مقاومة تانية أو في دايرة تانية، كانت مقاومة الدايرة التانية، تعالى مثلا نقول إن هي هتبقى 3 مثلا زائد ار سمول. تمام؟ فمر تيار 3 أمبير. ما هو طبيعي يا بني آدم، يا بني آدم، ما هو طبيعي لما المقاومة قلت التيار زاد. المهم علينا، هو مش عايز ده، هو عايز القوة الدافعة الكهربية. تمام؟ هتعملها على الآلة بشكل المعادلة بسرعة كده. تمام؟ وممكن تحسبها بنفسك عادي. 2 في 5 ب10 زائد 2 في ار سمول ب 2 ار سمول يساوي 3 في 3 ب 9 زائد 3 في ار سمول ب 3 ار سمول. ودي ال 2 ار الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى 3 ار ناقص 2 ار، إذا ار يساوي. هات التسعة هنا، هات التسعة هنا. 10 ناقص 9 هتطلع بكام؟ ب1 اوم. يبقى المقاومة الداخلية بكام؟ دي المرحلة على فكرة بتيجي في الامتحان ويسأل عن المقاومة الداخلية. مش مهم، ممكن يقول لك المقاومة الداخلية بكام، ما علينا، المهم هي بكام؟ ب1. هو مش عايز المقاومة الداخلية، هو عايز القوة الدافعة الكهربية. هقوم جاي شايل الار دي وحاطط 1. يا في المعادلة دي يا في المعادلة دي. وعوض كده. هنا 1 زائد 5 6. 2 في 6 ب 12، يبقى الفي بي بتساوي 12. لو عوضت هنا 1 زائد 3 4. 4 في 3 بكام؟ ب 12. يبقى إذا قيمة القوة الدافعة بكام؟ ب 12 فولت. يلا بينا على آخر درجتين من ال10 درجات اللي أنا وعدتك بيهم النهارده، اللي هو قانوني كيرشوف. تمام؟ ويبقى معاك حصة بتقل 9 درجات، 10 درجات، 8 درجات على حسب وضعها في الامتحان. ولكن أنا بحاول زي ما قلت لك في أول فيديو في المقدمة، قلت لك إيه؟ أنا مش عايز أصدعك، أنا جاي من إيه في وقت زي ده عشان أنقذك، عشان أعمل لك حصص إنقاذ لكل الطلبة. أنا متأكد إن الطالب الشاطر هيتفرج عليها قبل الضعيف إن شاء الله. طيب قانونين كيرشوف هما 2. القانون الأول بيقول لك مجموع التيارات الداخلة بيساوي مجموع التيارات الخارجة. كلنا حافظين الصيغة. القانون الثاني سيجما في باتري بيساوي سيجما اي ار. كلنا حافظين الايه؟ الصيغة. أنا أعمل لك بقى حل المسألة اللي هتجيلك عليها درجتين. هتكتب ورايا، مش هكتب أنا، أنت هتكتب ورايا. هرسم لك أنا المسألة وهنمشي مع بعض في الطريق ده بالظبط. قعدت ركزت فيه هاخد مننا 10 دقايق. أتحداك أي مسألة كيرشوف هتدخل ورا ال5 خطوات دول هتبقى برنس، هتحل أي مسألة إن شاء الله. وبوعدك وبقول لك تاني، والفيديوهات تفضل بعد الامتحان نتفرج على الفيديوهات دي، شوف التطابق ما بينها وما بين الأفكار. طب شوف دي وشوف التجريبي، هتلاقي الأمور الوزارة حاطة في تقديرها إن الامتحانات إن شاء الله هتبقى بسيطة بإذن الله. بص يا حبيبي، هرسم لك مسألة برضه هنألفها مع بعض كده واحدة واحدة. هنحاول نحط إيه أفكار يعني سريعة كده. طيب هنا مثلا هنقول دي في ب1 بتساوي مثلا 20 فولت، ار1 بتساوي 1 اوم. هنحط مقاومة هنا ب2 اوم، هنحط هنا مقاومة ب3 اوم مثلا 2.5 اوم. هنا في باتري 2 وليكن 5 فولت، وار2 بيساوي مثلا نقول 1.5 اوم. هنا في باتري 3، أي أرقام طبعا مش فارقة الأرقام نفسها، مثلا 10 فولت. هنا ار3 بتساوي 1 اوم.
هنا مثلا مقاومة 5 أوم. حلو كده؟ طيب هنركز مع بعض. بصوا يا جماعة، دي نقطة اسمها A B C D E F. عايزك تكتب ورايا بس الخطوات، هما 5 خطوات. ماشي. رقم 1، اختزال جميع المقاومات على السلك الواحد وعدم اختزالها مع سلك آخر. الجملة اللي هتكتبها معايا هتبص معايا على السبورة ونشوف ايه اللي انا بتكلم فيه. انا قلت لك رقم 1، خد كل سلك اختزل مقاوماته، يعني لم لي كل المقاومات بتاعته في مقاومة واحدة. طب انت دلوقتي طالب غلبان ومش عارف، ما حلتش على كرشوف ومش فاهم اصلا يعني ايه سلوك. بص يا بيه، عندي اقرا النقط معايا بصوت عالي: A B C D E F، 6 نقط. في نقطتين بس بيسموهم نقط تفرع، رسمه واضحه واسمها نقط تفرع. يعني تفرع يعني التيار بيجي من عندها ويتفرع. بالنسبه للاي مش هيتفرع، البي هيتفرع، السي لا. ده كده سلك متني وده سلك متني، التيار ما بيجيش يتفرع عنده، التيار هيجي هنا يتفرع، هنا سلك متني. اتفقنا؟ يبقى اللي انا بتكلم عليه، روح لي بعد اذنك على نقط التفرع كده، امسح النقطه دي كده وبص للشكل تاني. انت متخيل ان انا لو بعملها عملي ومسكت السلك ده في ايدي، السلك ده كله هيطلع في ايدي كده. هو ده اول سلك، وده تاني سلك هيبقى ماسك السلك وعمال يعمل كده. اوعى تتريق عليا، همسك السلك ده كده واعمل كده، ده السلك التاني. كده في كام سلك في المساله؟ 3 اسلاك. بص يا حبيبي، بص يا غالي، كل سلك لم المقاومات بتاعته كلها في مقاومه واحده. سهله. تعال نشوف يا مستر، صلي على النبي. السلك اللي على اليمين عنده مقاومه 2 وعنده مقاومه 3 متوصله معاها على التوالي بكام؟ ب5. ما تنساش ان في مقاومه داخليه بواحده. يبقوا كام كده؟ يبقى السلك اللي على اليمين، عشان هنرسم الرسمه تاني، افتكر معايا السلك اللي على اليمين مقاومته 6. السلك يا حبيب قلبي اللي في النص، السلك اللي في النص مقاومته 2.5 و1.5، بكام دول؟ يبقى 1.5 ومعاهم 2.5 بكام؟ ب4. يبقى السلك اللي في النص مقاومته 4، ما تنساش. السلك الثالث مقاومته كلها بكام؟ 5 ومعاها 1، يبقوا كام؟ 6. تمام؟ هعمل ايه بقى؟ على الهادي كده وعلى الرايق ومن غير وجع دماغ، هقوم جاي شايل دول كده، تمام؟ دول كلهم، تمام؟ واعمل ايه؟ واقوم جاي راسم مقاومه واحده هنا بس بكام؟ ب6. حلو؟ تمام. هتعمل نفس الموضوع ده في الايه؟ في اللي في النص. همسح دول، تمام؟ وارسم مقاومه واحده بس بكام؟ ب4. همسح دول وارسم مقاومه واحده بكام؟ تقريبا كنا طلعناها 6. طيب بتمسح، مفيش مشكله، يلا بينا. اهي، تمام؟ رسمنا الرسمه تاني. انت عينك دلوقتي شايفه ايه؟ انا هكلمك، سيبك من الفيزياء، هكلمك في لغه العيون بقى. انت عينك شايفه المساله زي الشكل اللي كان في الاول ولا رايقه هاديه؟ هاديه. يبقى الخطوه الاولى هي مش خطوه علميه. ال5 خطوات اللي انا بقولهم دول خطوات انا عاملها عشان الطالب بتاعي يحل المساله بسرعه. تمام؟ اختزال جميع المقاومات على السلك الواحد. انا لميت كل المقاومات بدل وجع الدماغ واقعد اكتب كتير ومعادلات كتير، لميتهم كلهم في مقاومه واحده، وهنا مقاومه واحده وهنا مقاومه واحده. الرسمه بقت رايقه شويه وهاديه، تعرف حتى تبص لها. رقم 2، اختيار نقطه تفرع، اكتبها، اختيار نقطه تفرع وتطبيق قانون كيرشوف الاول. يعني هتروح على نقطه تفرع وتقول له مجموع التيارات الداخله بيساوي مجموع التيارات الخارجه. دي نقطه التفرع. حضرتك يا بيه تاني، يا بيه تاني، تعرف تقول لي هنا مين التيار الداخلي ومين التيار الخارجي؟ اتحداك. ده انت لو شايف السبوره كويس، لا في تيار داخل ولا في تيار خارج. امال ايه يا استاذه؟ انت عايزني الف؟ هتالف.
بين قوسين يا حبيب قلبي وانت بتكتب الخطوه رقم 2 عشان خاطري اسمع الكلام. رقم 2 اختيار نقطه تفرع وتطبيق قانون كيرشوف الاول. سيجما اي بيساوي صفر، مجموع التيارات الداخله بيساوي مجموع التيارات الخارجه. اتفقنا؟ اتفقنا. بين قوسين اكتب لي فرض تيار عشوائي. ما سمعتهاش كويس. فرض يعني تفرض التيار عشوائي. كلمة عشوائي دي بيعصلك فيها طالب مخه تخين، يقول لي يا أستاذ يعني إيه عشوائي؟ أقول له يا بني آدم يعني عشوائي زيك كده. عشوائي يعني يبقى ماشي رايح درس الكيمياء ينسى يروح الفيزياء، ينسى ما يروحش أصلا درس. عشوائي يعني أنت مغمض حط لي أي شكل للتيارات، أي شكل. يعني يا أستاذ أي شكل دي اللي هو هيطلع لي صح، هو أصلا فروض أصلا كيرشوف مبنية على أساس إن أنا أختار التيارات عشوائية. طب لو زميلي عملهم كلهم داخلين من النقطة ينفع؟ طالعين من النقطة ينفع؟ يا بني آدم بقول لك عشوائي. أقول لك كلمة على جنب كده في السر، هو طبعا مش هيجيب لك النقطة دي في الامتحان، مش هيخليك عشان عارف تفكيرك هتقعد تسأل وتلخبط نفسك، هو هيجيب لك رسمة التيارات. المهم سمي ده اي واحد. هسمي اللي رايح هنا ده مثلا اي 3 على اسم البطارية، واللي هنا ده اي 2 على اسم البطارية اللي مكتوبة. طيب يبقى تاني رقم 2 ما تنساش، هتروح لنقطة تفرع وتطبق قانون كيرشوف الأول. سيجما اي بيساوي صفر، اللي هو مجموع التيارات الداخلة بيساوي مجموع التيارات الخارجة. تمام؟ تمام. هتعمل ايه؟ طيب هاجي هنا وهكتب مين التيار اللي داخل؟ قول لي كده المعادلة. اي 1 داخل واي 2 خارج واي 3 خارج. فانت كل اللي هتعمله هتقول لي هنا اي 1 يساوي اي 2 زائد اي 3. بس مش ده اللي انا عايزه، انا عايزهم كلهم مرميين في حته واحده. هاخد الاثنين دول يا باشا اوديهم الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى اي 1 ناقص اي 2 ناقص اي 3 بيساوي كام؟ بيساوي صفر. اتفقنا؟ طيب في كام مجهول يا بني ادم؟ 3. يبقى انا عايز 3 معادلات. اسمها في الرياضه حل 3 معادلات في 3 مجاهيل. انا بقول لك من موقعي ده وانا بشرح لك لسه قوانين هيجي لك حل معادلتين في مجهولين. مش هيصعبها عليك ويجيب لك 3 معادلات، بس انا جايب لك الايه؟ الاساس كله اللي هم 3 معادلات. ماشي خلينا ماشيين ورا ال3 معادلات، لان اللي بيعرف يحل الثلاثه سهل هيحل الاثنين، واللي هيجي لك في الامتحان الاثنين. تمام؟ يلا بينا. اي 1 ناقص اي 2 ناقص اي 3 بكام؟ بصفر. هتروح حضرتك تعمل لي على جنب هنا كده تمام؟ كده 4 مربعات 1 2 3 4. تكتب لي فيهم معامل، كل ده معامل. المعامل يعني الرقم اللي قدامه بكام؟ 1 وده سالب 1 وده سالب 1 والصفر، تنقلهم لي هنا. يلا هنا معامل ده 1 وده سالب 1 وده سالب 1 وده صفر. كده انتهينا بفضل الله من المعادلة الأولى. ايه اللي بعده؟ رقم 3. رقم 3 ركز قوي، احنا احنا 5 خطوات. رقم 3 تحديد الإشارات الموجبة والسالبة. تحديد الإشارات الموجبة والسالبة على كل بطارية وعلى كل مقاومة. يلا بينا. سهل يا أستاذ، أنا عارف البطارية سيبلي دي، أنا عارف أنت أصلا مش عارف غيرها في الفيزياء. يلا بينا. ده سالب وده موجب، وممكن تكون بتتلخبط فيها، وده موجب وده سالب، استر يا رب، وده موجب وده سالب. حلو، احنا حددنا على البطارية، وأنا قلت تحديدها على المقاومة. تحديدها على، ركز لي قوي في الجملة اللي جاية، تحديدها على المقاومة. لما تحدد الموجب والسالب على المقاومة هتحددها حسب التيار اللي ماشي فيها وليس على حسب البطارية. هقول لك تاني وبهدوء. رقم 3 اكتبها ورايا وهتفهم انا بقول ايه. رقم 3 بتقول تحديد الاشارات الموجبة والسالبة على كل بطارية وكل مقاومة. بين قوسين تحديد الاشارات على المقاومة يتم حسب التيار وليس البطارية. هترجمها لك هنا. يلا بينا. بص يا بيه، هو مين التيار اللي بيعدي على رقم 6؟ هو التيار اي 1 ماشي كده جاي من تحت لفوق كده، واحنا ماشيين حسب الاتجاه التقليدي، يبقى الاشاره دي موجبه والاشاره دي سالبه. التيار اي 2 ماشي كده بيعدي على المقاومه 4 من اللي فين؟ من فوق لتحت،
يبقى اللي فوق موجب واللي تحت ايه؟ سالب. يلا بينا. اي 3 ها ماشي كده اهو ها يبقى فوق موجب وتحت سالب. شكرا. عيد الفيديو، مش هقولها لك تاني. عيد الفيديو مع نفسك بقى واسمعها تاني. المهم دي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة اختيار مسارين. اختيار مسارين. انا عندي كام مسار في الرسمة؟ 3 مسارات. هات اخوك الصغير وقفه قدام الايه؟ الصورة دي كده وصورها له. قول له في كام مربع في الرسمة دي؟ او كم مستطيل؟ هيقولها. انما انت عشان في ثانويه عامه ومشدود وقلبك فاهم ضعيف مش هتعرف تقولها. في كام مسار مغلق؟ في كام مربع هنا او مستطيل؟ 3. واحد صغير وصغير 2 والكبير 3. انا مش عايز غير 2 بس. خلاص؟ طيب بص يا دكتوره، حضرتك واقفه هنا تمام، وازمتك في الثانويه العامه مخليها شكلك كده، انما انت شكلك في الطبيعي كويس. حضرتك هتعملي ايه؟ هتتحركي. يلا بينا. هتتحركي في مسار يا اما تمشي مع عقارب الساعه يا اما تمشي عكس عقارب الساعه. عادي مش فارقه، ولكن لو رسم المسار يبقى انا همشي على المسار اللي هو ايه. المهم عشان ما نضيعش الوقت، بص صلي على النبي. حضرتك هتتحرك كده، هتعدي على مقاومه وبطاريه وبطاريه ومقاومه. قوليها تاني. يلا قولها تاني كله. عدى على مين؟ مقاومه بطاريه بطاريه مقاومه. عدى على 4 بيوت. على ايه؟ 4 بيوت. مقاومه بطاريه بطاريه مقاومه. كل بيت له بابين. كل بيت له بابين. باب مكتوب عليه موجب وباب مكتوب عليه سالب. متفقين؟ احنا هنعمل ايه؟ وانت ماشيه كده شوفي انت هتخبطي على انهي باب الاول. خبطت على السالب خد اشارته. طب لو انا خبطت على الموجب اخد اشارته. اسمه جمع جبري. هقول لك تاني، انا فيديوهاتي مش جاي اصدعك في الفيزياء، مش هقول لك جمع جبري. الباب اللي هتخبط عليه هو ده اللي هتاخده باشارته. يلا جاهزين؟ طب يا استاذ انت ما قلتليش انت هتعمل ايه؟ الخطوه رقم 4 اختيار مسارين مغلقين. اكتبها. اختيار مسارين مغلقين وتطبيق قانون كيرشوف الثاني. بين قوسين سيجما في بيساوي 0. بين قوسين كمان المسار يا اما امشي معاه يا اما امشي عكس عقارب الساعه. هنجمع جمع جبري، هنجمع فروق جهد. يلا بينا يا جماعه. سالب مقاومه في تيار. المقاومه كام؟ 6 والتيار اي 3 يبقى سالب 6 اي 3. متفقين؟ يلا بينا. سالب خبطت على الباب السالب يبقى سالب، والقوه الدافعه ب 10 يبقى سالب 10. اللي بعده خبطت على الباب الموجب. الموجب 5 يبقى موجب 5. يلا يا حبيبي. خبطت على الباب الموجب يبقى موجب مقاومه في تيار لان انا بجمع فرق جهد 4 اي 1 يبقى موجب 4 اي 1. موجب 4 اي 1 يساوي كام؟ حضرتك الطالبه المحترمه دي الجميله دي وصلت لنهايه المسار، يعني يساوي 0 لان انا بلعب على قانون اسمه سيجما في بيساوي 0. ده قانون كيرشوف الثاني. طيب هنعمل ايه؟ الخطوه اللي بعدها هنرتب المعادله حسب ما رتبناها زي اللي فات. هنبدا باي 1. هنبدا بده 4 اي 1. اي 2 مش موجود، هقول زائد 0 اي 2. اي 3 سالب 6 اي 3. تمام؟ يساوي هودي ده بعكس الاشاره اللي هو دول. سالب 10 زائد 5 بسالب 5 يروح الناحيه الثانيه بعكس الاشاره يبقى كام؟ كان هنا سالب 5 يروح هناك ب5. الطالب الذكي اللي عارف انا هعمل ايه؟ هروح اعمل مربع تحت ده واقسمه 4 حتت عشان دول اللي هدخلهم على الاله. 4 اي 1 يبقى معامل اي 1 4. معامل اي 2 بصفر. يلا بينا. معامل اي 3 بسالب 6. والحد المطلق ب5. في مشاكل؟ طيب الخطوه اللي بعدها على طول عشان وقتنا. يلا بينا. يلا بينا. نرجع الرسمه. كان هنا مقاومه تقريبا كام؟ 6 وكان التيار ماشي كده. كان ده الموجب وده الايه؟ السالب. طيب الخطوه اللي بعدها
هي نفس الخطوه اللي فاتت، معلش، لان انا قلت اختيار مسارين، ما رحتش في مكان تاني، اختيار مسارين. انا اخترت مسار وطلعت معادله، فاضل لي معادله ليه؟ لان هما 3 مجاهيل، فاضل لي معادله فيها اي 1 واي 2 واي 3 والحد المطلق، يبقى اختيار مسار كمان. دي مش خطوه، ده لسه احنا في الخطوه رقم 4. هختار مسار كمان. الشاب الجميل ده تمام قرر، الشخص المؤدب ده تمام قرر ان هو ايه؟ ان هو يلف عكس ما زميلته لفت. زميلته لفت ازاي؟ مع عقارب الساعه. قال له يا استاذ بعد اذنك، هو انا ينفع الف العكس؟ قلت له عادي، تلف العكس، تلف زي ما هي لفت، مفيش مشكله، ممكن ما تلفش خالص عشان ما تتعبش. يلا. هيروح كده، بيسالني السؤال، بيقول له يا استاذ هو بعد اذنك هو ضروري امشي مع يا تمشي الاثنين معايا، الاثنين عكس، يا واحد معايا مع واحد عكس، مش هتفرق. قرر الشاب الجميل ده ان هو يلف كده. عايزين نعمل له معادله على الرايق، زي ما خدمنا الطالبه الجميله دي وعملنا لها معادله، نعمل للباشا ده معادله عشان بيزعل. جاهزين؟ انا عامل له معادله مين؟ زي المعادله بتاعت الدكتوره، سيجما في بيساوي صفر، هي زي ما هي عملت وهيعمل. هيتحرك كده، هيخبط على باب، مين الباب اللي هيخبط عليه؟ الموجب، يبقى موجب. هكتبها هنا موجب. انا بجمع فروق جهد 6 في اي 1، يبقى موجب 6 اي 1، موجب 6 اي 1. سالب كام؟ سالب 20. في طالب، انا اسف يعني في اللفظ، طالب غبي بيقول لي يا استاذ سالب 20 اي 1. ما تسمعش صوتك، انت بتجمع فروق جهد، يعني ال 20 دي فرق جهد يا بني ادم، ما تستغباش. ال 20 دي فرق جهد، واحنا يا بني ادم بنجمع فروق جهد. يرجع يقول لي طب وانت يا استاذ ما ليه هنا ما جمعت؟ عشان دي مقاومه بس، يبقى 6 لازم اضربها في التيار. المهم يبقى سالب 20. كمل معايا. زائد كام يا بيه؟ زائد 5. بص اللي جاي، زائد 4 دي مقاومه اضربها في التيار، زائد 4 اي 2. وصلت لنهايه المسار، اساويه بكام؟ بصفر. رتب المعادله 6 اي 1 اهي، 6 اي 1. يلا بينا. خلصنا. 4 اي 2 موجب 4 اي 2. اي 3 مش موجود، لازم تكتبها صفر اي 3، لان انا عارف ان انت طالب غلبان في الامتحان هيطلع عينك وهتنساها، فانا عشان ما يطلعش عينك اكتبها صفر عشان ما تنساش. طيب سالب 20 وموجب 5 سالب 15، تروح الناحيه الثانيه بموجب 15. دي رسمه انا اسف دخلت في بعضها، ويلا زي الفل مفيش مشكله. المهم هنعمل ايه يا باشا؟ نفس اللي عملناه هنا، 4 مربعات زي العسل كده، ونعمل معاملات 6 4 0 وهنا كام؟ 15 موجب 15. طيب الثلاثة دول عاملهم حضرتك ليه؟ عشان امسح ده كله، اقول له معلش بعد اذنك، خلصت يا مستر بالهنا والشفا كده، ايه مع السلامة. تعال اعمل لي الخطوة الأخيرة اللي هي على فكرة كيرشوف درجتين وممكن تبقى 3 السنة دي. هيجي لك سؤال على قانون كيرشوف الأول أو الثاني لوحده بدرجة، هيجي لك المسألة اللي أنا قلتها دي ولكن في مجهولين بس، وأنا مسؤول عن اللي أنا بقوله 2 بس. يلا هتعمل إيه؟ كل اللي هتعمله هتمسك الآلة تمام، وهبدأ أشتغل على الآلة. يلا بينا، حضر الآلة واشتغل معايا. يلا هتمشي في الخطوات، هتعمل مود حلو، هتدوس على مود كويس وتعمل equations تمام، هتدوس على مود وبعدين تدوس على زرار اسمه equations اللي هو المعادلات. النهارده عشان انا عندي 3 معادلات، فانت هتدوس على الايه؟ حل 3 معادلات في 3 مجاهيل. حلو؟ طيب لو جات لك في الامتحان هتدوس على رقم 1، 1 دي حل مجهولين، حل معادلتين في مجهولين. انت دلوقتي قدامك هتدوس على كام؟ انت عندك 1 هيظهر لك على الشاشه 1 2 3 4. حلو، انت هتستخدم 1 في الامتحان عشان دي حل معادلتين في مجهولين. هتستخدم رقم 2 دلوقتي لان انا عايز حل 3 معادلات في 3 مجاهيل، وابدا ادخل الارقام دي زي ما انا هقول لك. 1 يساوي سالب 1 يساوي سالب 1 يساوي 0 يساوي، هينزل على اللي الخطوه اللي بعدها 4 يساوي 0 يساوي سالب 6 يساوي 5 يساوي، هينزل على المعادلة الثالثة 6 يساوي
4 يساوي 0 يساوي 15 يساوي، وتدوس يساوي تاني، هيطلع لك اكس يساوي، يطلع لك واي يساوي، هيطلع لك زد. اتفقنا؟ طيب يبقى انا عندي اكس واي زد. اكس دي اللي هي اي واحد، ليه يا استاذ؟ اصل انت مرتبهم كده، ودي اي 2 ودي مين؟ اي 3. اي واحد هتطلع لك 35 على 22 امبير. اللي بعدها 15 على 11 امبير. اللي بعدها 5 على 22 امبير. وبكده انت طلعت كل المجاهيل اللي عندك. ممكن يضيف لك سنه واحده بس، دي اللي انا محضر لك عليها. انا محضر لك 4 مسائل في كيرشوف، مش هيجيب غيرهم ان شاء الله. في سنه ممكن يقول لك عايز فرق جهد، دي هسيبها لك لحصه الحل ان شاء الله. وسهله ساعتها ان انت عندك المقاومه معاك التيار، هتضرب المقاومه في التيار فيطلع لك ايه؟ فرق الجهد. اتمنى ما اكونش تقلت عليك، اتمنى تظبط الفيديو. عامل لك 6 محاضرات مجهزينهم عشان خاطرك باذن الله، علشان التشتيت اللي حاصل في مصر كلها، التشتيت اللي حاصل، الصراعات اللي حاصله في ان انا بدخل هنا وبشوف. هنلغي كل ده كده وهنتكلم بهدوء في 6 محاضرات تمام على الرايق كده. مش هنشرح فيزياء، هنشرح فيزياء بالعاميه، هوصلك للنقط بشكل مباشر. السلسله زي ما قلت لك في مقدمه الفيديو 60 حلقه، 60 حلقه في السلسله، يعني 60 درجه. كل حلقه، كل محاضره منهم، كل محاضره اشرحها لك باذن الله بتوفيق ربنا اولا وبدعواتكم ان شاء الله، وتشدوا حيلكم. يبقى دعوه خالصه من قلبك ليا ان شاء الله ولفريق العمل كله، ان احنا نوصل بيك لل 60 درجه كل مره من ال6 محاضرات. 10 درجات من 8 ل 9 ل 10، واخر واحده اللي هي بقى دي المفاجاه، 200 مساله في محاضره واحده لن يخرج عنها الامتحان. اتمنى لكم التوفيق. دعوه حلوه لو الفيديو عجبك، واشوفكم ان شاء الله في المحاضره الثانيه على خير. كان معكم مستر علي بسيوني، مدرس الفيزياء بالوزاره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.